السلام عليكم حبايب قلبي تانية ثانوي، يا رب تكونوا بخير وصحة يا شباب. نعمل انا وانت ريفيجن سهلة باذن الله وبسيطة. عايزك تركز معايا قوي 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 عشان نطلع باكبر استفادة من الفيديو ده، ونكون ارتحنا شوية لو وقعنا حاجات في النص. نسمي الله حبايب قلبي ونصلي على حبيبنا المصطفى، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ونسأل من ربنا التوفيق في الفيديو ده ان هو يساعدنا ويساعدكم ان احنا نلم الدنيا كلها. عندنا حاجة اسمها chemical bonds، تمام؟ انا هركن الفيزيكال بونز دي في الاخر. انا عايز الكيميكال بونز يا مستر كام؟ 3: ايونيك، من اللي جايه يا مستر كوفيلنت وكوردينيت. اهي مستر تعبتني وتعبت لي اعصابي الكوفيلنت دي. انا قعدت جوه الكوفيلنت بوند دي كتير يا مستر، معلش حبيبي. اسالك سؤال، عايز اقول ايونيك بوند، امتى اقول ايونيك بوند؟ بص بقى مستر، احنا بما ان احنا خلصنا خلاص الشابتر، فانا هنجز معاك عشان على طول نحل بسرعه. فمن الاخر اي بوند موجوده لازم في الاول تعرف هي عشان تكون موجوده ايه شروط حدوثها. من الاخر هاو ات فورمد، عشان تتكون لازم يتوافر قال لي الايونيك بوند عشان تتكون يا مستر لازم يتوافر جزء بوزيتيف وقدامه الناحيه الثانيه جزء نيجاتيف. مش شرط بقى يا مستر ان الجزء البوزيتيف ده يكون ميتال ونون ميتال. ايه ده بجد؟ بجد ممكن يكون اتوميك جروب زي ال NH4OH. والله ال NH4 كانت بوزيتيف والأو اتش يا مستر كانت نيجاتيف، ده بوزيتيف وده نيجاتيف، فاللي بينهم يكون ايونيك بوند. خلاص ايوه يا مستر اتفقنا. طيب معلش، كان في شرط تاني. يا مستر كان في شرط تاني، والشرط ده كان ليه علاقه بالالكترونيجاتيفيتي. لو تفتكر ان الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي لازم يكون مور ذان 1.7، لازم كان يبقى اكبر من ال 1.7. عايز افتكر حاجه بسيطه، الايونيك بوند دي عشان بتتكون باي شيرنج الكترون ولا لوز وجين؟ لوز وجين، وكنا مسمينها اكسب واخسر. واحد يكسب واحد يخسر يا مستر. حلو، تعالى على الكوفيلنت اسالك واقول لك هي الكوفيلنت بوند بتتكون ازاي؟ لا يا مستر، الكوفيلنت بوند كانت بتتكون بطريقه اسمها شيرنج، والشيرنج ده كان بيوكير ما بين النون ميتالز. وعلى الاقل لازم حبيبي يكون عندك 2 نون ميتالز، ممكن يبقى اكتر بس مش مشكله، بس على الاقل يكون في 2 نون ميتالز. طب ومستر كان في شرط ليه علاقه بالالكترونيجاتيفيتي، كان في شرط، كان لازم الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي يكون less than 1.7، كان يبقى اقل من 1.7. ساعتها تحقق لي الكوفيلنت بوند. والكوفيلنت بوند بمفهومها البسيط اللي بيني وبينك، فاحنا بنقول فيها يا مستر الكترون منك والكترون مني. واستنى الف لك عشان تبقى فاكر دايما بشكلي، انت دايما فاكرها وانا ببص لك، الكترون منك والكترون مني، يبقى واحد منك واحد مني، كده يكون كونا الكوفيلنت بوند. طيب تعال نروح يا مستر للكوردينيت بوند. الكوردينيت بوند دي عشان تتكون ايه اللي بيحصل؟ لا مستر، اول ما بشوف كلمه اقول كل الالكترونز مني. يعني الكوردينيت بوند كانت مختلفه عن الكوفيلنت بوند في حاجه بسيطه. الكوردينيت بوند والكوفيلنت بوند الاثنين شيرنج للالكترونز، بس الفكره ان الكوفيلنت الكترون منك والكترون مني، انما مستر الكوردينيت فكل الالكترون مني. انت عشان حبيبي وانا بحبك هضحي بكل حاجه عشان خاطرك، وبطلع كل الالكترونز اللي عندي عامل معاها بوند معاك، تمام؟ اسالك سؤال كده، معلش، هي البوند بتتكون من كام الكترون؟ 2 يا مستر، صح؟ فانا عشان اعمل معاك بوند انت محتاج بوند، طب هطلع من عندي كام؟ 2. الاتنين دول انا بقول دايما بيني وبين نفسي، انا ببان قدام الناس بضحي، بس في الحقيقه انا بحور في 2 الكترون عندي هم ما لهمش لازمه، اللي هم اللون بير. فعشان تحصل الكوردينيت بوند دي لازم يكون في اتوم اللي هي بتضحي. المستر طبعا حبيبك هو اللي بيضحي، لازم يكون عنده لون بير وانت يكون عندك اوربيتال فاضي. يبقى مستر الكوردينيت بوند دي عشان تحصل شرطها الاساسي يكون في 2 اتوم. الفيرست اتوم بيطلق عليها دونر اتوم، ودي يا مستر لازم يكون عندها لون بير. انما يا مستر السكند اتوم دي بيكون اسمها اكسبتور اتوم، ودي لازم يكون عندها اوربيتال فاضي. اشهر ناس دونر، اشهر ناس بتتبرع يا مستر هي جروب 5A و6A و7A. هما اللي بيتبرعوا دول لازم يكون عندهم لون بير. فاللي عندهم لون بير في الكيمياء هم 5A و6A و7A. 5A اشهر حد فيها النيتروجين اللي عنده لون بير.
6A اشهر حد فيها اكسجين عنده 2 لومبير. 7A او اشهر حد فيها بقى كلورين وفلورين وبرومين، دول كل واحد فيهم عنده 3 لومبير. اشهر ناس اكسبتور يا مستر هي الاتش البوزيتيف، معاها اي كاتاين، اي حاجه في الدنيا عليها اشاره بوزيتيف، معاهم يا مستر جروب 3A بعد لما يعملوا البونز زي AlCl3 وبي اف 3 مثلا. الاثنين دول بعد لما يعملوا البونز ما بيكونوش لسه ستيبل، فبيعملوا بقى بوند كمان، والقصه اللي احنا حكيناها في فيديو الشرح. طيب عايز افتكر معاك حاجه سهله وبسيطه، حاجه يطلق عليها البروبرتس، الخواص. بروبرتس الايونيك بوند. مستر الايونيك بوند دي ايه البروبرتس بتاعتها لو تفتكر يعني معايا كده مستر؟ مش فاكر، مش قادر افتكر يا مستر البروبرتس بتاعت الايونيك بوند. البروبرتس بتاعتها يا صديقي هي عباره عن سوبر ماركت بيم. ايه يا مستر ده؟ قال لي ما هي الناس بقى بتنسى، فاحنا بنلجأ للابريفيشنز عشان نفضل فاكرين. ايه يا مستر؟ ان البروبرتس سوبر ماركت بيم دي في سوبر ماركت اسمه بيم، تمام؟ فبي دي معناها بويلنج. اوعى يا مستر الحركات، ايوه يا مستر بويلنج بوينت. والاي الكتريك كوندكتيفيتي، جدع، ايوه. ويا مستر الام مش محتاجه فكاكه خلاص، ميلتنج بوينت. يبقى ايه يا مستر حوار سوبر ماركت بيم ده؟ بيم دي معناها بويلنج بوينت والكتريك كوندكتيفيتي وميلتنج بوينت. بيم لما اقول لك بروبرتس الايونيك بيم يا مستر خلي بالك ان الميتاليك بوند اللي احنا هندرسها في الاخر خالص بتاعه الفيزيكال بوندز برضو تعتبر البروبرتس بتاعتها بيم، بس دي حاجه ودي حاجه ثانيه. طيب يا مستر ايه طب اخبار البروبرتس في حاله الايونيك بوند؟ كانوا بيقولوا لي اي بوند انا وانت درسنا لها سترينث او درسنا لها بروبرتس، فالبروبرتس بتاعتها بتتحسن مع زياده السترينث، والسترينث في اي بوند احنا درسناها بيزيد مع زياده الفرق في الالكترونيجاتيفيتي. يعني الايونيك بوند بتبدا من فوق ال 1.7، فلما مثلا الديفرنس يكون 1.8 دي ايونيك كويس، لما يكون ب 1. مثلا 9 دي ايونيك كويسه قوي، دي لما يكون مثلا الفرق مثلا 2.1 او 2.2 لا دي كويسه جدا 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 يا مستر. يبقى طول ما الفرق عمال يزيد، طول ما الرقم اللي بيطلع عمال يكبر، طول ما البوند اللي بتتكون بيكون البروبرتس بتاعتها احسن يا مستر. يبقى اي حاجه احنا درسناها increases with increasing the electronegativity difference. يبقى كل البروبرتس اللي موجوده هنا اللي هي بيم دي بتزيد مع زياده الفرق في الالكترو نيجاتيفيتي. كده يا مستر احنا خلصنا الايونيك بوند بكل تفاصيلها، بس اوعى تنسى ان الايونيك بوند كانت عباره عن اتراكشن فورس. ما هي الا اتراكشن فورس؟ جزء بوزيتيف بيتشد الجزء نيجاتيف. فكنا بنقول ان الايونيك بوند هاز نو ماتيرياليستيك اكزيستنس، مش موجوده. ليه يا مستر مش موجوده؟ عشان هي عباره عن جزء بوزيتيف بيتشد الجزء نيجاتيف، مفيش حاجه ربطهم ببعض. اللي رابطهم ببعض هو شدهم لبعض، حبهم لبعض هو اللي ربطهم في بعض، تمام؟ مفيش الكترونز بينا يعني هي اللي ربطانا، على عكس الكوفيلنت ما الكترون منك والكترون مني، في حاجات موجوده في النص، تمام؟ طيب يجي يقول لك الكوفيلنت بوند ما درسنا لهاش بروبرتس، ويا ريت لنا درسنا لها بروبرتس بدل ما احنا درسنا لها حاجات كتير تانية يا مستر. الكوفيلنت بوند احنا درسنا لها انواع يا مستر. عايز افتكر انواع مستر. كنت فاكر ان احنا عندنا واحده اسمها بيور النقيه، وكان عندنا واحده يا مستر اسمها نون بولر، وكان عندنا واحده يا مستر اسمها بولر. يبقى الانواع بتاعتنا بيور ونون بولر وبولر. افتكر معاك حبيب قلبي وتقول لي امتى البوند تكون بيور؟ لما نكون سيميلر، شبه بعض يا مستر، احنا توأم كلنا نفس الحاجه اللي هم الداياتوميك، هيدروجين واكسجين ونيتروجين وكلورين وبرومين وايودين وفلورين. الرجاله السبعه الداياتوميك دول كانوا بيكونوا بيور. يبقى يا مستر عشان الاتوم تكون بيور كنا بنقول ان الاتومز بتاعتنا بتكون سيميلر اتومز، او ان الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي يكون بزيرو. اي واحده من دول. ما هو هيكون بزيرو امتى؟ لما يكون عندك نفس الحاجه، يعني لما يكون عندك اتش واتش مثلا، دي ودي نفس الحاجه، يبقى البوند اللي موجوده بيور. طب امتى يا مستر بتكون نون بولر؟ نون بولر ما بتكونش سيميلر اتوم بقى، نون بولر لازم تكون يا مستر ديفرنت اتومز. طب وبعد كده حبيب قلب المستر الديفرنس في الالكترو نيجاتيفيتي يكون كالاتي: مور ذان زيرو، يكون اكبر من الزيرو تل ال 0.4.
يبقى اكبر من الزيرو لحد 0.4 دي تعتبر اسمها نون بولر. طب تعالى يا مستر نشوف البولر. البولر كانت بتكون ديفرنت اتوم برضه. ايوه عظيم. وبعدين يا مستر وبعد كده حبيبي الديفرنس في الالكترو نيجاتيفيتي يكون اكبر من ال 0.4 تل كام؟ تل ال 1.7 صح؟ بس المستر ساعتها قال لك ايه؟ قال لك انت حبيبي فانا هكتب لك هنا تل اوبن. يعني ايه تل اوبن؟ احنا مفتوحه معانا، هي المفروض لحد 1.7 بس اي حد حتى لو عدى ال 1.7 مش مشكله. زي مين؟ اشهر حد المستر قالوا لك الاتش اف. الاتش اف هنا الاثنين دول نون ميتالز، فطالما نون ميتالز هتقول ان هي كوفيلنت صح؟ لما جينا نقصنا الفرق في الالكترونيجاتيفيتي لقينا ان الفرق طلع معانا 4 ماينس 2.1 طلع معانا 1.9. ف 1.9 ده مستر معناها ايه؟ معناها ان هو عدى ال 1.7 ولا اي حاجه. ده المستر ساعتها قام جاي كاتب لنا ان دي البيست بولار بوند. واسالك حبيبي سؤال سهل وبسيط، امتى البولاريتي بتزيد؟ مستر البولاريتي بتزيد مع زياده الفرق في الالكترونيجاتيفيتي. اي حاجه بتزيد يا مستر مع زياده الفرق في الالكترونيجاتيفيتي. يبقى امتى اما اجي اقول لك والله البوند بتكون مور بولار انهي احسن؟ لما الفرق يكون مثلا ب 0.5 ولما البوند تكون ب 1.9؟ لا يا مستر، طول ما الفرق في الالكترونيجاتيفيتي بيزيد طول ما معناها ان البوند اللي موجوده عندنا احسن، البولاريتي بتاعتها احسن. بس خد بالك المفروض الطبيعي طالما انت بتقول على البوند بولر يبقى تقول على الموليكيول بولر. يعني هنا البوند دي خلاص احنا حكمنا عليها وقلنا ان البوند دي هي البيست بولر بوند. فطبيعي طبيعي طبيعي ان احنا نطلع هنا ونقوم جايين رايحين كاتبين يا مستر ان ده يعتبر خلاص. يلا خلصنا البيست بولر كومباوند. بس عايزك ما تنساش حاجه مهمه، ان البولاريتي بتاعت الكومباوند مش بس بتعتمد على البوند، دي بتعتمد كمان يا مستر على حاجه اسمها ستيرو ستراكشر. يعني ايه يا مستر؟ يعني دلوقتي الستيرو ستراكشر بتاعك هو اللي بيحكم اذا كانت البوند هينفع تفضل بولر ولا مش بولر. ليه؟ عشان احنا خدنا حاجه اسمها دايبول مومنت، عشان احنا خدنا حاجه اسمها الرسم، عشان انا قلت لك ان احنا بنعبر عن البولاريتي بتاعت البوند بسهم، والسهم ده بيمشي منين لمنين؟ مين اللي عنده اعلى الكترونيجاتيفيتي هنا؟ الاف ولا الاتش؟ الاف. فالاف هي اللي تكون بارشلي نيجاتيف، جزئيا نيجاتيف، والاتش تكون هي البارشلي بوزيتيف. يبقى اللي عنده الكترونيجاتيفيتي قليله الالكترونز بتبقى بعيد عنه، واللي عنده الكترونيجاتيفيتي عاليه الالكترونز بتكون ناحيته. فمعنى كده ان الالكترونز ناحيه الاف، فعشان كده بنقول ان هو بارشلي نيجاتيف، جزئيا نيجاتيف. خلاص يا مستر هيبقى نيجاتيف. حلو. فدايما لما بنيجي نعبر عن البولاريتي بنرسم سهم بيجي من البارشلي بوزيتيف للبارشلي نيجاتيف، بس السهم ده بيكون في اخره شرطه. السهم ده كمان شويه ممكن يتكنسل مع سهم من الناحيه الثانيه، بس في حاله الاتش اف لا، مفيش غير سهم واحد، فكده كده يبقى في بولاريتي هنا. يبقى مستر السهم ده لو اتكنسل، يعني انا لو رسمت السهم ده مثلا بالمنظر ده كده وفي واحد قدامه الناحيه الثانيه، ده معناه ان السهم ده والسهم ده بيتكنسلوا مع بعض. تمام؟ بس هنا انا ما عنديش غير سهم واحد فما فيش حاجه تكنسله، يبقى فيه هنا بولاريتي. تعال اديك اكزامبل، ما انت فاهم انا بقول ايه يا مستر. كده ايه المشكله يعني؟ لو جينا خدنا الاكزامبل ده، الكربون دايوكسيد كان بالمنظر ده، ولو جيت قلت لك ان الراجل ده الالكترو نيجاتيفيتي بتاعته 3.5 وده ب 2.5، فاكيد الاو برضه ب 3.5. لما تنقص 3.5 ماينس 2.5 تطلع ب 1 صح؟ ف1 دي معناها ان البوند اللي موجوده هنا دي يتقال عليها بولر. حلو يا مستر. نفس القصه هنا، ما برضو دي 3.5 ودي 2.5، فالبوند دي يتقال عليها يا حبيب قلب المستر بولر. جدع. مين يكون بارشلي نيجاتيف، الاو ولا السي؟ اللي عنده الكترونيجاتيفيتي اعلى. مين الكترونيجاتيفيتي اعلى؟ الاو يا مستر. يبقى الاو بارشلي نيجاتيف والسي هتكون بارشلي بوزيتيف. الاو برضو بالتالي الناحيه الثانيه تكون بارشلي نيجاتيف. مستر هو ليه لما بيكون الكترونيجاتيفيتي عاليه بيكون نيجاتيف؟ عشان دي معناها ان هو بيشد الاثنين الكترونز ناحيته، ولما بيشد الالكترونز ناحيته احنا في الكيمستري بنقول خلاص هيكسب الالكترونز، بس لسه ما كسبهاش، فبنقول ان هو بارشلي نيجاتيف. يعني ايه نيجاتيف؟ نيجاتيف معناها جين، وبارشلي نيجاتيف يعني جزئيا عمل جين بس هو ما عملش جين كامل، يعني لسه ما عملش الجين لحد اخره. بيقول لي يا مستر هل دلوقتي اقدر اقول ان الكومباوند ده بولر؟ لا، البوند بولر، بس عشان تقول ان الكومباوند بولر لازم تحط الاسهم.
فمعنى كده يا مستر ان انا اجي ارسم من هنا من البوزيتيف للنيجاتيف سهم، ومن البوزيتيف للنيجاتيف سهم، تمام؟ فلقيت ان السهم ده في اتجاه والسهم ده في اتجاه عكسه، فالبولاريتي بتاعت البوند دي اتكنسلت مع البولاريتي بتاعت البوند دي. ففي النهاية الكومباوند ده بالرغم من ان هو عنده 2 بولار بوند، لكن هو في الكيمستري بيكون اسمه نون بولار. ليه يا مستر بيكون اسمه نون بولار؟ عشان بولاريتي البوند اللي موجوده هنا اتكنسلت مع بولاريتي البوند اللي موجوده هنا، واللي احنا بنرسمه ده اسمه حاجه في الكيمستري اسمها نت دايبول مومنت. والنت دايبول مومنت ده لما تكنسل كل الاسهم مع بعض يساوي زيرو. فانا ممكن اقول له ان النت دايبول مومنت هنا ايكوال زيرو، كنسلت الاسهم كلها هنا مفيش بولاريتي. واحد تاني احبه انا جدا، الواحد التاني ده يقول لي يا مستر خد بالك من نقطه مهمه وعظيمه، انت كنت في يوم من الايام قلت لنا كلمه بولاريتي معناها القطبيه، يعني قطب سالب وقطب موجب، لازم اي حاجه يتقال عليها بولار تكون بتنتهي بجزء بوزيتيف وجزء نيجاتيف. ده انتهى بوزيتيف ونيجاتيف. لما تيجي تبص هنا هتلاقي ان ده بدأ بنيجاتيف وانتهى بنيجاتيف. ما ينفعش الحاجه اللي يتقال عليها بولار لازم بداياتها ونهايتها، ايا ما يكون دي البدايه ودي النهايه مش فارقه بالنسبه لي، بس يكونوا مختلفين، واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف. هنا دي نيجاتيف وهنا دي نيجاتيف، ما ينفعش اصلا تقول عليها بولار. بولار دي زي البطاريه يا حبيبي، البطاريه بتاعتنا بتكون بولار. يعني ايه بولار؟ بولاريتي قطبيه، ان انت يبقى عندك جزء موجب او جزء بوزيتيف يعني وجزء نيجاتيف. فانا هنا عندي هنا اللي احنا شايفينه نيجاتيف ونيجاتيف، ما ينفعش تقال عليها بولار، بس احنا بنكنسلها طبعا بالطريقه الكرييتيف اللي موجوده تحت دي. استنى المفروض تعمل سكرين شوت. احنا ايه اهو، ايوه تعالى كده شويه يا مستر، لا زوم اوت بقى، ايوه اهو، يلا يا سيدي اعمل لنا سكرين شوت. نروح حبيب قلبي لاطول جزء كان موجود عندنا، الكوفيلنت بوند سيريز. نظريات الكوفيلنت بوند. نظريات الكوفيلنت بوند لو انت فاكر كانوا 4 نظريات اساسيين. حلو، اساميهم كانت كلها مختصره عشان وانت داخل تحس ان هي حاجه صغيره كده وبسيطه، تخش تلاقي موضوع كبير. ما عدا اول واحده كانت عندنا كان اسمها اوكتت رول. بعد كده ايه؟ بعد كده مستر كان اسمها فيسبر سيري. لو تفتكر فيسبر سيري كانت اختصار لكلمة ايه؟ فالنس شيل الكترون بير ريبولشن، تمام؟ بعد كده كان عندنا الفي بي تي. بعد كده يا مستر كان عندنا نظرية الموت، الام او تي، تمام؟ الام او تي دي اللي هي كانت مولكيولار اوربيتال سيري، في بي تي فالنس بوند سيري. كل نظريه في دول كانت شايفه تكوين الكوفيلنت بوند بنظره مختلفه. يعني مثلا اوكتت رول اللي هم كان لويس وكوسل طلعوا فكروا وقالوا لنا ان الكوفيلنت بوند بتتكون لما الفالنس شيل الاوتر موست شيل اللي هو الانرجي ليفل الخارجي يعني في الاتوم دي بيتاتش مع الاتوم اللي الناحيه الثانيه، فبالتالي هنا الانرجي ليفل ده يبقى فيه 8 وده يبقى فيه 8، فيحققوا حاجه اسمها اوكتت رول، هما الاثنين يبقى عندهم 8 في اخر انرجي ليفل، وساعتها يكونوا الاثنين ستيبل. اوكتت رول لما جت تتكلم اتكلمت على كل الاليمنتس ما عدا 3 اليمنتس بالاخص. ليثيوم، او تعالى نكتبهم بالترتيب، الهيدروجين ابو 1، والليثيوم ابو 3، والبريليوم ابو 4. الناس دي دايما بنخرجهم بره فكره اوكتت رول، ما بيدخلوش معانا، تمام؟ اوكتت رول كان مفهومها الاساسي ان حضرتك تعرف ترسم، وعشان تعرف ترسم لازم تبقى عارف يا مستر ان السي بتعمل 4 بونز، ولازم تبقى عارف يا مستر ان الان بتعمل 3 بونز، ولازم تبقى عارف يا مستر ان الاو بتعمل 2 بونز، ولازم تبقى عارف ان الاتش بتعمل بوند واحده. دي الحاجات الاساسيه. ولازم تبقى عارف طبعا ان اي بوند في الدنيا هي بتتكون من الكترون منك والكترون مني. فمثلا لو جيت قلت لك ارسم لي CO2، عشان ترسم السي او 2 بما يرضي الله، بما يرضي الله، انت كنت بتقول لي العدد اقل في النص، لا بس لو اللي انت بتتكلم عليه هو واحد من الاربعه فانت لازم تبقى عارف ان اللي عنده بونص اكتر هو اللي بيكون في النص، فعلى طول السي بتتحط في النص. هنا النظريتين ماشيين، السي عدده اقل والسي عنده بونص اكتر يتحط في النص، لا بس انت لازم تبقى عارف مثلا لما يبقى معايا سي واو فالسي في النص، طب سي وان السي في النص، طب ان واو الان في النص، طب او اتش كده كده على طول الاتش طرفين. فيبقى انا عندي هنا مستر السي في النص وحواليها 2 او.
وخلي بالك ان احنا الاول كنا بنعمل حاجه اسمها درافت، ان اللي انا بعمله ده مش هو الاجابه. بتسال الاطراف، الاو دي محتاجه كام بوند؟ 2 تعملهم مع السي اللي قدامها اهي، وانت محتاجه كام؟ 2 تعملهم مع السي اللي قدامها. طب وبعد كده يا مستر تبدا تحول لي الرسمه دي كلها عباره عن دوتس، تمام؟ بس قبل ما تحولها تسال السي معاها كام بوندز؟ معاها 2 و2 4، يبقى السي مظبوطه. تعمل ايه بقى؟ تيجي هنا وتقوم جاي حاطط السي، كل بوند بنقطتين، مش دي بوند اللي تحت دي بنقطتين اهم، والسي اللي هنا بنقطتين اهي، ولا قصدي البوند اللي فوقها بنقطتين اهم، وهنا في او. الناحيه الثانيه يا مستر البوند اللي فوق دي بنقطتين اهم، واللي تحت بنقطتين اهم، وهنا في ايه؟ وهنا في او. تمام؟ اوكتت رول معناها ايه؟ معناها ان السنترال اتوم يكون حواليها 4 بيرز من الالكترون، او يكون حواليها 8 الكترون يعني، فدي حواليها 2 4 6 8. ما هو يعني ايه 4 بيرز؟ 4 ازواج، 4 ازواج يعني كام؟ يعني 8. تمام؟ وطبعا احنا بندور على السنترال اتوم، فكده السنترال حواليها كام؟ حواليها 8. طيب، وكان في ناس اجباري ان هي تحقق اوكتت رول، ما ينفعش اوكتت رول بتاعتها تبقى اكستندد. يعني ايه اكستندد؟ يعني ان هي تعدي ال8. مثلا السلفر بيعمل 6 بونس، الراجل ده بيبقى حوالي 12، فلا الراجل ده احنا ماليش دعوه بيه، انا ليا دعوه بناس اساسيه لازم تحقق اوكتت رول. فاللي كانوا لازم يحققوا اوكتت رول هم الكربون ابو 6 والاكسجين يا مستر ابو 8، ولا تعالى نكتبهم ايه مظبوطين برضو بالترتيب عشان ما تتلخبطش، ونكتبهم تحت بعض عشان يبقوا باينين. الكربون ابو 6 والنيتروجين ابو 7 ومعاهم الاكسجين ابو 8 والفلورين ابو 9. الناس دي شرط اساسي ان هي تحقق حاجه اسمها مستر اوكتت رول. نفسي تبقى عارف دايما وانت بترسم حاجات اساسيه اللي بيتكرروا، ان الان بيكون عندها لون بير، وان الاو بيكون عندها 2 لون بير. نفسي من كتر ما احنا رسمنا تعملها، ان انت لما تشوف الاو اللي المستر رسمها هنا دي كده فاضيه كده تحس ان هي قرعه. لا، الكلام ده غلط، هي مش قرعه يا مستر، هي عندها 2 لون بير اهم، ودي عندها 2 لون بير يا مستر اهم، واللي تحت برضو زيهم اهو واهو. تمام؟ لو نسيت يعني هي مش معضله، تمام؟ بس يعني نفسي تبقى فاكر. بعد كده بقى ايه؟ لا بعد كده ايه؟ اعمل لي سكرين شوت. ليه؟ اعمل لي سكرين شوت هنا حبيبي، انا هقلب بقى. يبقى اوعى تنسى ان اوكتت رول كانت بتتكلم على الايه؟ انرجي ليفل، او عشان نكون بنتكلم بكل طلاقه مظبوطه، اوتر موست انرجي ليفلز touches together. يعني يلمسوا في بعض فيعملوا لي حاجه اسمها كوفيلنت بوند. ده يجي بالالكترون اللي عنده، ده يجي بالالكترون اللي عنده، يلمسوا في بعض يعملوا الكوفيلنت بوند. دي كانت نظريه الاوكتت رول ورؤيتها للكوفيلنت بوند. اديك عملت سكرين شوت. المفروض تعالى بقى ايه؟ نروح للي بعده. فيسبر سيري قالت لي بكل بساطه يا مستر، احنا لما هنيجي نتكلم على حاجه اسمها بوندز او الكوفيلنت بوند، انا ههتم بالانجل اللي موجوده ما بين البونز، ههتم ان انا ازاي ادي اختصارات للموليكيول، ههتم بتوزيع الالكترونز حوالين السنترال اتوم. بس انا مش مهتم الكوفيلنت بوند موضعيا اتكونت ازاي، لا انا هشرح لك بروبرتس من ضمن بروبرتس الكوفيلنت بوند. حلو. ففيسبر سيري هدفها الاساسي هم حاجتين. حاجه اولانيه اسمها ستيرو ستراكشر، حاجه تانية اسمها حبيب قلب المستر arrangement of electron. والاتنين دول ما لهمش علاقه ببعض، اقسم بالله ولا ليهم علاقه ببعض. يعني انا مثلا معاك، انا هبدا بالارينجمنت، يعني انا هبدا كلامي بالارينجمنت اوف الكترون، وهي اسمها بما يرضي الله arrangement of electron pairs. والبيرز هي كام نوع يا بابا؟ مستر البيرز هي نوعين، يا اما البيرز بتكون بوند بير، يا اما البيرز حبيبي بتكون لون بير. البوند بير دي بتعمل بونز. خلي بالك ان فيسبر سيري بتعامل البونز السنجل والدبل والتريبل، كل دول نفس المعامله. يعني من شويه لو انا كنت برسم في اوكتت رول، لما كنت راسم دبل بوند، لو تفتكر قمت جاي حاطط ايه؟ لما قمت جاي فكيكه حاطط لدي لون بير وحاطط لدي، ولا بوند بير وبوند بير، يعني كل واحده فيهم بنقطتين. لا، الكلام ده مش موجود في فيسبر سيري. فيسبر سيري بتعامل الاثنين دول على اساس ان هم بير
واحد. التريبل بوند لو انت هترسمها عند اوكتت كل واحده فيهم تقوم جاي حاططها نقطتين، دي اوكتت. الكلام ده في فيسبر سيري مرفوض. 3 دول عند فيسبر سيري يعتبروا بنقطه. يقول لك دول على بعض ماسكين ايه في ايه؟ مش ماسكين اتوم واحده في اتوم واحده. يعني مثلا تريبل بوند دي مش ماسكه سي في سي، ايوه ماسكه سي في سي، يقول لك خلاص هي ماسكه حاجه في حاجه، فما تقوليش ان هم 3، لا هم يعتبروا واحده. فيسبر سيري ما بتهتمش بالموضوع الكبير بتاع البونس والنقط، هي بتهتم انا ماسك ايه في ايه، مش ماسك حاجه في حاجه ولا ماسكه في كذا حاجه، لا ماسكه في حاجه واحده. طالما ماسكه في حاجه واحده يبقى سواء بقى دبل او تريبل او سنجل فهي تعتبر في الاخر حاجه واحده. قلت له ماشي. حلو يا مستر، تمام. يبقى انا عندي سنجل ودبل وتريبل هم نفس الحاجه. بص يا بابا، ارينجمنت الالكترون هو حاجه من 3، وارينجمنت الالكترون انا هقول لك ان انا بجيبه من حاجه اسمها الابريفيشن، والابريفيشن ده اللي هو كان بيتكتب A X N E M، والاي ده هو السنترال اتوم، والاكس دي هي الاتومز اللي حواليها، والاي دي هي الالكترون بير اللي هم يعني اللون بير، والام ده هو عدد اللون بير يا مستر. وانا عشان اتكلم في اي حاجه الشرط الاساسي ان السنترال يكون على الاقل حواليها 2 اتومز، ف2 اتومز وبعد كده ابقى العب زي ما انت عايز. يعني اقل حاجه AX2 ما ينفعش اقل من AX2، ما ينفعش AX. يبقى انا لازم وانا بكتب اي ابريفيشن يا يكون AX2 فيما فوق. بابا ارينجمنت الالكترون هو حاجه من 3. الارينجمنت بتاع الالكترون يعتبر يا لينير يا اما يا مستر بلينر تراينجل، يا اما يا مستر يعتبر اخر حاجه اسمها تترا هيدرال. ده ارينجمنت الالكترون، ده هما 3 حاجات. يعني السنترال اتوم يا يكون حواليها حاجتين، وطالما حاجتين يبقى الحاجتين دول اتومز. فانا هنا بقوم جاي قايل لك ان دي الابريفيشن بتاعها AX2. حلو. انا بجيب الارينجمنت من الابريفيشن. انا السنترال اللي جنبه ده اللي تحت هنا كام؟ حاجتين يبقى لينير. بص كده بلينر تراينجل، بص AX3 اللي جنبها كام حاجه؟ 3 دي يا مستر يعني تراينجل مثلث، مش 3 يعني مثلث، 3 يعني مثلث. طب بص كده السنترال كده اهي حواليها كام يا مستر؟ حواليها 2 اتوم ولون بير، يعني حواليها كام حاجه؟ حواليها 3 حاجات. فلما يبقى حواليها 3 حاجات تبقى مثلث برضو بلينر تراينجل. طيب تعالى بص AX4 كده السنترال حواليها كام؟ 4 حاجات يا مستر. فلما السنترال يكون حواليها 4 حاجات ده معناه ان هي تكون تتراهيدرال. طب خد اللي جاي AX3E مستر، ده معناه ايه؟ ده معناه ان السنترال معاها 3 وواحده يبقى مستر 4، يبقى معنى كده تتراهيدرال. طب بص يا بابا AX2E2 العب بقى مستر العب. ايوه 2 و2 يا مستر يبقى 4، يبقى الارينجمنت تتراهيدرال. يبقى الارينجمنت هو عباره عن الحاجات اللي حواليك. الحاجات دي تكون بوندات او تكون لومبير مش فارق معايا، يعني تكون اتومز او تكون الكترونز انا مش فارق معايا. المهم ان هم في الاخر كلهم الكترونز. ما هو انا لما يكون حواليا اتوم، هي الاتوم دي انا ماسك فيها ب2 الكترون، ما ال2 الكترون دول اسمهم بير. طب لما يبقى فوقك لون بير ده عباره عن ايه؟ عباره عن الكترونز. فانا ببص على الالكترونز، تمام. اخد بالك ان اقصى توزيع حواليك يكون كام؟ تترا. يعني ايه تترا؟ 4. يعني من الاخر كده اقصى حاجه لو انا رسمت لك المنظر ده، يعني ايه AX مثلا 2E2 دي مثلا؟ AX2E2 معناها ان انت عندك 2 لون بير، فانا هحط الاثنين لون بير بالاحمر اهو، ومعناها ان هي عامله 2 بوند بير. ما هو X2 دي معناها ان هي ماسكه في 2 اتوم، ف2 اتوم يعني عامله 2 بوند بير اهو. فالبوند بير انا هحطها بالاسود اهو. بيقولوا لي بقى حبيب قلبي ان فيسبر سيري ما بتقدرش توصف اي حد بيعدي التترا، بمعنى ان انا وانت ما اتعلمناش وما خدناش اي ابريفيشن لاي حد فوق كده. مفيش حد ينفع يكون بالنسبه لنا حواليه اكتر من 4. فبيقولوا لنا لو جيت مثلا قلت لك اس مثلا F6، الراجل ده برضو تاني حواليه 12 الكترون، ف12 الكترون ده معناه ان هو عمل حاجه اسمها اكستندد اوكتد، عدى اوكتد. اللي يعدي الاوكتد ما اقدرش اوصفه. فاي حد انا اديهولك واقول لك والله الراجل ده cannot be explained by the basis of Vespers theory، مش هعرف اوصفه ب Vespers theory. ليه؟ اكيد عدى اوكتت رول يا مستر. اي حد بيعدي اوكتت رول خلي بالك ما باخدوش معايا في باقي النظريات كلها، يعني بزعل منه بمشي امشي. يعني انت عديت اوكتت رول، انت عديت المسموح من الاخر. لما تعدي 8 حواليك، لا 8 اكتر من 8 ايه؟ لا ما تتكلمش معايا اكتر من 8 دي صعبه.
فبعد الثمانيه لا مش هاخدك معايا لا في في بي تي ولا في فيسبر ولا في الام او تي، تمام؟ ما احبكش انا، تمام؟ يمكن ينفع اخدك معايا في الام او تي، بس مش هاخدك معايا اكيد في فيسبر سيري ولا في الفي بي تي. الناس اللي بتبدا بالفي دول شارب قوي، لازم حضرتك يبقى حواليك اقصى حاجه 8. عديت الثمانيه لا مش هقدر اوصفك لا بفيسبر ولا اقدر اوصفك بالفي بي تي. كده احنا خلصنا الارينجمنت. ان حضرتك عرفت ان الارينجمنت هو حاجه من كام؟ ارينجمنت حاجه من كام؟ ارينجمنت 3. يبقى الارينجمنت كام؟ ارينجمنت 3 اي 3 اي 3 اي 3 عشان تفتكرها طول حياتك. اي 3 ده ورقه، تمام؟ ما هو الورق انواع، اي 3 دي كبيره شويه، اي 4 اصغر، واي 5 اصغر وكده. فاحنا عندنا الارينجمنت اي 3 اي 3 اي 3. يعني ايه اي 3 يا مستر؟ 3 انواع: لينير بلينر تراينجل تتراهيدرال. لينير بلينر تراينجل تتراهيدرال بيجوا منين؟ بيجوا من الابريفيشن. لما اكتب لحضرتك الابريفيشن حضرتك تبقى متاكد انك عارف اي 3 خلاص يا مستر، يعني يا لينير يا بلينر يا اما يكون حاجه اسمها تتراهيدرال. خلي بالك انا هقول حته انا هشرحها كمان شويه، بس انا شارحها قبل كده، ان انا اقدر اجيب الارينجمنت بتاع الالكترون من الهايبردايزيشن. ايه ده ازاي يا مستر؟ قال لي حبيبي هو لما انا اجي اقول لك الهايبردايزيشن بتاعي كان اس بي 2، انت عرفته ازاي؟ اس بي 2 ده يا مستر بالبوينت ميثود. والله انت كان حواليك مثلا ممكن واحده سنجل فنقطه ونقطه نقطتين، فنقطتين معناها اس بي، يعني نقطه حواليك ايه؟ نقطتين. النقطتين دول ممكن يكونوا ايه؟ ممكن يكونوا 2 اتوم. يعني مثلا اهو الراجل ده مش دي كده نقطه ودي كده نقطه، يبقى الاتوم دي الهايبردايزيشن بتاعها ايه؟ اس بي. فانا ممكن في الامتحان ادي لسعادتك هايبردايزيشن السنترال اتوم، ومن السنترال اتوم اسالك على الارينجمنت. والله لو انا قلت لك ان الهايبردايزيشن بتاع السنترال اتوم اس بي، فده معناه ايه؟ معناه ان السنترال اتوم حواليها كام؟ حاجتين. عد معايا في الاس بي. اس بي مش واحده اس واحده بي، يبقى معنى كده ان هي حواليها حاجتين، تمام؟ الحاجتين دول انا ما اعرفش هم اتومز ولا ايه، بس هي حواليها حاجتين. طب استنى، لو انا جيت قلت لك ان الهايبردايزيشن اس بي 2، يبقى معنى كده ان هي حواليها اس وبي وبي، يبقى هي حواليها كام حاجه يا مستر؟ 3 حاجات يا مستر. 3 حاجات دي لما يكون حواليك 3 حاجات فالارينجمنت بلينر تراينجل. يبقى يا مستر لو انا اس بي 2 يبقى حواليا 3 حاجات. طب لو انا اس بي 3 يبقى حواليا 4 حاجات. خلي بالك انا هديك اكزامبل هنا اهو. تعالى يا عم بص، والله يا مستر اهو. عد معايا، الدبل بوند بكام نقطة؟ بنقطة. ودي بكام نقطة؟ بنقطة. ودي بكام نقطة؟ بنقطة. كام نقطة دول؟ 3 نقط يا مستر، 3 نقط. يبقى معنى كده ان دي اس بي 2. طب هو انت لو جبت لي الابريفيشن بتاع اللي انا رسمه ده، مش ده اي اكس 3؟ اي اكس 3 حلو. يبقى الاي اكس 3 دي الهايبردايزيشن بتاعها بيكون اس بي 2. فانا ممكن اديك هايبردايزيشن السنتر، فلما اقول لك اس بي 2 تعرف ان هي اس و2 بي 3 حاجات. فاقول لك هو ارينجمنت الالكترون كده ايه مستر؟ لما السنترال يكون حواليها 3 حاجات فمعناها ان السنترال الارينجمنت بلينر تراينجل. تعال نشوف. لو الراجل اداني واحده تتر اهو، تعرف تجيب الهايبردايزيشن اي حاجه حوالين السنترال بنقطه يا مستر. لون بير نقطه، ودي نقطه، ودي نقطه، ودي نقطه. كام نقطه دول يا مستر؟ 4 نقط. مستر لما يكون 4 نقط نكون اس بي 3. اس بي 3 يا مستر، صح؟ حلو. اس بي 3 دي الارينجمنت بتاعك كده انت شايفه ايه مستر؟ انا حواليا كام حاجه؟ حواليا 4 حاجات، لون بير و3 بونز. 4 حاجات يبقى الارينجمنت تتراهيدرال. مش الابريفيشن يا بابا بتاعك هنا اي اكس 3 اي؟ امسح دي كده. الارينجمنت اي اكس 3 اي. اي اكس 3 اي يعني 3 1 3 1 يبقى 4 يا مستر. يبقى انا معنى كده ان انا تترا هيدرال. يبقى انا لو حواليا 4 حاجات يبقى الارينجمنت تترا هيدرال. يبقى انا قلت لك كل الافكار اللي ممكن تيجي على فكره الارينجمنت، يجيبها لك كده او يجيبها لك كده، والله انا مش فارق معايا حبيبي. خدني سكرين شوت يلا. تعالى نروح نتكلم لسه برضو على فيسبر سيري، بس هنروح نتكلم على الجزء الثاني في فيسبر سيري. ايه هو؟ اللي هو الستيرو ستراكشر. احنا اتكلمنا على الارينجمنت صح؟ تعال نتكلم دلوقتي على الستيرو ستراكشر. حبيب قلب المستر سهل وبسيط جدا، تمام؟ حلو. بص يا بابا، بسم الله الرحمن الرحيم، صلي على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ايه اكس 2 يعني ايه اكس 2؟ سنترال معاها 2 اتوم. حلو. 2 اتوم، ازاي تبعد ال2 اتوم عن بعض اقصى ما يمكن؟ تحطهم مع بعض على نفس الخط.
فبالتالي ساعتها بتكون رسمتك كالاتي، ان الاي هنا في اكس وهنا في اكس. حلو. وعشان تبعدهم عن بعض اقصى ما يمكن، ساعتها بتكون الانجل هنا 180 ديجري، والمنظر اللي انت شايفه قدامك ده بيتقال عليه لينير. حلو حلو. سيبك من التقسيمه اللي احنا قلناها في الفيديو بتاع الشرح، خليك معايا دلوقتي. AX2 تاني، AX2 تاني معناها ايه؟ معناها هي اهو. اهو يا مستر، والله ما انا مزعلك، هي دي الرسمه. طيب بس خد دي بقى. زودت ايه يا مستر؟ زودت الكترون. حلو. الالكترون ده اسمه ايه؟ لون بير. فاللون بير فين؟ على السنترال. فالسنترال هنا جه عليها من فوق لون بير. فاللون بير ده حبيب قلب المستر بيعمل ايه؟ بيعمل ريبالشن فورس على البونز اللي موجوده هنا، بيبدا يضغط عليها. فلما بيضغط عليها بدل ما البونز كانت مفروده اتنت. يبقى الرسمه مش هتكون كده يا مستر. اسمح لي بقى اقول لك ان الرسمه هتكون كده اهو. ودي التانت اهي، ودي التانت يا مستر مع الاسف، بسبب وجود ايه؟ بسبب وجود اللون بير اللي موجود فوق. حلو. يبقى يا مستر الرسمه دي مش موجوده، الرسمه دي غلط، عشان كده انا همسحها دلوقتي اهو اهو، وهجيب بقى الرسمه اللي انا شرحتها لك هنا قدامك اهي اهو اهو. ايه اللي تنى البوند يا مستر كده؟ اللي تنى البوند اللون بير. التنى دي معناها بنت، اسمها بنت في الكيمستري، او ساعات نقول عليها انجولار. يعني ايه انجولار؟ زاوي، حصل له زاويه. حلو عظيم قوي يا مستر. يبقى في حاله وجود لون بير بدل ما انا كنت مفروض، ايه اللي هيحصل؟ هتاني. وساعتها الانجل اللي موجوده هنا بتصغر قوي، يعني بتكون less than ال 120 ديجري. ماشي. تعالى خد دي تاني. AX2. يعني ايه AX2؟ يعني السنترال يا مستر اهي معاها 2 اتوم. طب خد دي E2. يعني ايه E2؟ يعني في 2 لون بير، هنا في لون بير وهنا في لون بير، فاللون بير ده يضغط على البوند دي واللون بير ده يضغط على البوند دي، فالبوندز دي تتكسر وتتقفل على بعض. الاتنين عمالين يدوسوا عليهم لحد ما هيقفلوهم على بعض، فلاقي ان الاتنين بيتقفلوا على بعض هنا كده. فساعتها تبقى الرسمه المفروض كده، ان دي التانت ودي التانت، الاتنين اتقفلوا على بعض بسبب وجود الايه؟ اللون بير. يبقى الرسمه دي غلط اهو. يبقى ادي الايه يا مستر، والبوند اللي هنا اتكسرت والبوند اللي هنا اتكسرت برضو بسبب وجود اللون بير. مستر طالما البوند اتكسرت يبقى اسمها ايه حبيبي؟ يبقى اسمها بنت، او يبقى اسمها انجولر، اللي هو زاوي، يعني حصل فيه زاويه. والزاويه هنا يا مستر ب 105 ديجري. حلو حلو. اخد بالك من ايه؟ اخد بالي يا مستر لو انا حواليا 2 اتوم، فلو 2 اتوم لوحدهم الطبيعي ان انا اكون لينير، لو 2 اتوم ومعاهم لون بير فالشكل هيكون بنت. تمام؟ سواء بقى معاك واحده لون بير او 2 لون بير، كده كده انت اتنيت في الحالتين. حلو. الانجل لو في واحد لون بير ب 120، كل ما عدد اللون بير بيزيد كل ما الانجل بتقل. لو زودت واحد لون بير فلاقي الانجل ب 100 اند كام يا مستر؟ ب 105. اعمل لي سكرين شوت للثلاثه دول ثلاثه مع بعض ستيريو ستراكشر سهلين. يجي لي بقى حبيبي الثلاثه اللي بعدهم، 2 منهم من غير كلام سهلين، واحده فيهم تحتاج حفظ. اول واحده يا مستر لما يقول لي AX3. يعني ايه AX3؟ يعني السنترال معاها كام؟ معاها 3 اتوم، والثلاثه اتوم دول عشان تبعدهم عن بعض اكتر ما يمكن، حضرتك بتتكلم في 3 دايمنشن، يعني بتتكلم في 360 درجه. فعشان تبعدهم عن بعض اقصى ما يمكن، خلينا ننزلها تحت شويه عشان نعرف نرسمها، ما نحطهاش تحت، نرسمها لك زي ما احنا بنرسمها. فتقسم ال 360 على الثلاثه تطلع معاك 120 ديجري. ولما رسمت لك الرسمه دي اقفل لك دي واقفل لك دول، حضرتك بتشوف ان ده اسمه بلينر تراينجل. يبقى ده مستر بلينر تراينجل. بعد كده عندنا ال AX4. ال AX4 دي يا مستر ايه اللي بيحصل؟ بيبقى عندي السنترال معاها 4 اتومز بالمنظر اللي موجود قدامك ده، والاربعه اتومز دول يا مستر طالما انت معاك الاربعه اتومز دول فساعتها بيكون اسمك تترا هيدرال. بس الفكره ان الانجل اللي موجوده هنا 109.5 ديجري. يجي اخر واحد، الوحيد اللي لازم يتحفظ، يعني الوحيد اللي قلت لك لازم تحفظه عشان بيتنسي. اللي فاتوا بتوع البنت سهلين واللينير سهله، والاي اكس 3 والاي اكس 4 دول الصراحه اللي هو البلينر ترينجل والتترا هيدرال. يبقى الاي اكس 3 اي الاقي ده اللي مستخبي، والاي اكس 3 اي ده دايما الناس بتفتكره بالامونيا.
بيقول يا مستر احنا على طول بنفتكر الراجل ده بالامونيا عشان ده بيترسم كده، والامونيا اللي هي ال NH3 برضه يا مستر بتترسم كده. فهما الاتنين نفس الحاجه. يقولوا لي يا مستر دي اتضغطت لتحت وعملت لنا شكل البيراميد بتاعنا، فالستيرو ستراكشر يكون 3 بيز بيراميد يا دكتور، والانجل اللي موجوده هنا ما بين التو بونز فهي بتكون 107 ديجري. حبيبي تعمل سكرين شوت للجزء ده برضه. واشهر اسئله موجوده عندنا في فيسبر سيري، شرحت انا وانت منهم سؤال من شويه اللي هو سؤال البولاريتي، اللي هو يجي يقول لك مثلا ان البي اي اف 2 الراجل ده نون بولر، بالرغم من ان البوند دي بولر وان البوند دي بولر. ازاي الراجل ده نون بولر؟ معلش يا مستر معلش، هو مين يكون بوزيتيف او بارشلي بوزيتيف ومين يكون بارشلي نيجاتيف؟ اكيد يا مستر الاف هي اللي بارشلي نيجاتيف. ليه؟ عشان الاف اعلى الكترونيجاتيفيتي في البريودك تيبل يا حبيبي، الاف الالكترونيجاتيفيتي بتاعتها 4، فبالتالي كنا بنرسم سهم يا مستر من البوزيتيف للنيجاتيف، من البوزيتيف للنيجاتيف. فيقول لك ليه الراجل ده عنده 2 بولار بونز بس كله في الاخر يعتبر نون بولر؟ والله يا مستر الراجل ده يعتبر نون بولر because ان polarity 1 bond cancel the polarity of the other bond، عشان ده ماشي في دايركشن وده ماشي في دايركشن. طب ايه اللي خلى الحوار ده يحصل؟ الستيرو ستراكشر بتاع الراجل ده، ان الراجل ده الستيرو ستراكشر بتاعه لينير، فبالتالي البونز هتمشي كده. يبقى والله بقول له because the linear ستيرو structure of beryllium fluoride البي اي اف 2 ايوه كوزس ايه بقى؟ كوزس ان البولاريتي بتاعت 1 بوند كانسلنج ذا بولاريتي اوف اذر بوند. الحوار ده مثلا ما بيحصلش في الميه، عشان الميه لما بنيجي نحطها قدامنا اكيد الاو هي اللي بارشلي نيجاتيف وده بارشلي بوزيتيف وده بارشلي بوزيتيف، السهم بيطلع من البوزيتيف للنيجاتيف، من البوزيتيف للنيجاتيف. حلو. واحد يقول لي مستر ما الاسهم دي مع بعض في نفس الاتجاه تتكنسل. حبيبي انت درست ماثيماتكس، لازم تبقى عارف ان احنا بنحللهم او بنعمل لهم اناليسيز على الاكس والواي، فده ينام على الاكس ويقف على الواي، فالسهم اللي هنا ده انا هشيله عشان هعمل له ايه اناليسيز دلوقتي اهو. تمام. وقف على الواي بالمنظر ده كده اهو، ونام على الاكس اهو، والسهم ده هينزل كده على الاكس ويقف على الواي اهو. تمام اهو شيله، هينزل كده اهو وهيقف كده. حلو. فالسهم ده والسهم ده مع بعض في نفس الاتجاه في وش بعض يعني، لكن الاتنين دول طالعين لفوق مع بعض يا مستر فبيتجمعوا على بعض، فيبقى فيه هنا بولاريتي. يبقى عشان الميه ما كانتش لينير، الميه كانت بنت، فالميه يا مستر كسبت وعدت بال10000 كده يا مستر. الميه بيتقال عليها بولر عشان البولاريتي بتاعت بوند ما كنسلتش البوند الثانيه. من ضمن الاسئله اللي مشهوره على الابريفيشنز يقول لك والله مثلا البي اف 3 ابريفيتد كده، والان اتش 3 ابريفيتد كده. ليه ده ابريفيت كده وليه ده ابريفيت كده؟ انا وانا بجاوب السؤال ده يا دكتور ما ببصش لا لده ولا لده، يعني انا بوصف اللي هو كاتبه. مش انت بتقول ان ده بيتابريفيت كده وده بيتابريفيت كده؟ طب انا هقول لك والله الموضوع من هنا. هقول له ايه اجابه السؤال ده؟ لازم اول كلمه تقولها لي بيكوز ذا سنترال اتوم، فاقول له بيكوز ذا سنترال اتوم في ايه المولكيول اللي اسمه بي اف 3 اللي انت بتتكلم عليه ده. حلو. is connected with 3 atoms اللي هم الاكس 3. تمام. and doesn't carry lone pair، مفيش ايه، ما عندهاش lone pair. مع السلامه، وصفت لك ده. تعال على اللي جنبه. ليه الراجل ده بيتابريفيت AX3E؟ because the central atom in case of NH3 is connected with 3 atoms اللي هم الاكس 3 and carry a one lone pair of electron اللي هو الايه؟ مع السلامه يا مستر. يبقى لما يجي يقول لك ليه ده بيتابريفيت كذا وليه ده بيتابريفيت كذا، والله يا مستر الموضوع سهل وبسيط. ده بيتابريفيت كذا وده بيتابريفيت كذا بسبب حاجه اسمها الابريفيشن اللي قدامي. هوصف هقول لك ان السنترال هنا ماسكه في 3 اتوم ولون بير، هنا ماسكه في 3 اتوم ومش ماسكه في لون بير. حبيبي increasing البيرز decreases الانجل. يعني طول ما احنا كنا ماشيين لو تاخد بالك، طول ما احنا ماشيين مع بعض ايه اللي بيحصل في الانجل؟ بص هنا، يعني بص هنا انا كان حواليا 2 اتوم بس فكان حواليا 2 بير، الانجل كانت ب 180. هنا بقى حواليا كام بير؟ 3 اللي هم لون و2 بوند بير. انا مش فارق معايا نوعهم، انا بسالك عامه. 2 واحده لون بير و2 بوند بير، توتال البيرز 3. تمام. فالانجل قلت. هنا لما البيرز بقت 4 قلت اكتر. هنا يا مستر
البيرز كانت بكام؟ 4 برضو قليله. يبقى طول ما البيرز واحد يقول لي طب يا مستر ما البيرز هنا ب4 والبيرز هنا ب4 صح؟ ليه الانجل هنا اصغر من الانجل اللي هنا؟ عشان احنا كنا بنقول ان تاثير اللون بير اقوى من تاثير البوند بير. يعني انا هنا عندي توزيعه البيرز ايه؟ 2 لون بير و2 بوند بير صح؟ يلا بقى يا سيدي، هنا توزيعه البير ايه؟ 1 لون بير و3 بوند بير. في الاخر مجموعهم على بعض 4، يعني ده مجموعهم 4 وده مجموعهم 4. بس لو خدت بالك ان اللي فوق ماله؟ اللي فوق عدد اللون اكتر. طول ما عدد اللون بير اكتر يبقى الانجل بتقل اكتر، عشان احنا شرحنا بقى وايدي حره وتضرب وشلت الكرسي وعملت لك القصه دي في فيديو الشرح. انت بتقول لي الموضوع ده ليه؟ بقول لك عشان عايز ازود حاجه هنا. تمام؟ في الجزئيه اللي احنا كنا بنشرحها هنا دي بتاعت فيسبر سيري اللي هنا. ايوه اهو. عايز اقول لك دلوقتي وانت ماشي كده ايه اللي بيبدا يحصل؟ اللي بيبدا يحصل ان عدد البيرز اللي حواليا بتزيد. فمره جالي سؤال وقال لي هو لما الهايبردايزيشن يتغير من اس بي لاس بي 2 لاس بي 3 ايه اللي يحصل في الانجل؟ بص كده قدامك كده ايه اللي بيحصل؟ انت بيزيد حاجات حواليك. هنا الانجل 180، هنا الانجل 120، هنا الانجل 109 وبتقل. يعني هي بكلمك على اكتر حاجه، يعني لما تيجي تقارن ده بده ده 180، ده ب 120 وده ب 109 ونص. تمام؟ وانت نازل كده في كل واحد فيهم الانجل اوريدي بيحصل لها ديكريزس عشان بتبدا تزود لون بير. وانت نازل كده فيهم كلهم الانجل بيبدا يحصل لها ديكريزس عشان انت بتبدا تزود ايه؟ لون بير. فهو لما يجي يسالني المنظر اللي موجود قدامنا هنا ده ايه اللي هيبدا يحصل في الانجل لما الهايبردايزيشن يتغير من اس بي 2 لاس بي 3؟ والله يا مستر ما هو من اس بي 2 لاس بي 3 يعني معناها بدل ما السنترال كان حواليها 3 حاجات يبقى حواليها 4 حاجات. فلما الحاجات اللي حواليها بتزيد الانجل بتقل. يعني معنى كده واحنا ماشيين من هنا لهنا في الهايبردايزيشن او في الارينجمنت هقدر اقول لك يا مستر بكل طلاقه ان الانجل ديكريزز. واعمل سكرين شوت للحته دي تاني، ان انت وانت ماشي من هنا لهنا الانجل بتاعتك يا مستر هتبدا ايه؟ تصغر. نكمل مع بعض باقي الاسئله، مش اسئله كتير خلاص. اللي باقي في فيسبر سيري هو باقي حاجه بسيطه خالص، ان هو يجي يقول لك في فيسبر سيري. استنى بقى استنى. ايوه تعالى كده يا مستر، احنا كنا واقفين ايوه عند الراجل ده كده كده تمام قوي. يجي يقول لي مثلا ليه الاس او 2 وليه البي اي اف اي 2 تمام عشان الاثنين قدام بعض، ليه ده شكله لينير بس ليه ده شكله بنت؟ قال لي مستر بنت دي يبقى فيه لون بير. انا مش هكتب يعني يعني مستر اي حاجه اتنت اكيد عندها لون بير. الراجل قال لي ان ده لينير. والسؤال بقى بيجي ايه؟ متستف يقول لك explain why beryllium fluoride is linear while ال SO2 is bent while in both of them او although both of them is connected with 2 atoms. ده معاه 2 اتوم وده معاه 2 اتوم. حلو مستر ده معاه 2 اتوم بس انت قلت ان هو بنت صح؟ يبقى هو معهوش 2 اتوم بس، ده معاه 2 اتوم ومعاه لون بير. هنا الراجل ده انت قلت ان هو ايه؟ قلت ان هو لينير. فالراجل ده هيبقى معاه 2 اتوم بس معهوش لون بير، يبقى ده معهوش لون بير فشكله بقى لينير، ده معاه لون بير فشكله بقى بنت. يبقى حبيبي وانت بتحل كتير هتلاقي نفسك بدات تحل اسئله انت ما بتقفش قدامها. يلا يا مستر يلا اللي بعده، مش هتقف قدامه ليه؟ عشان مفيش وقت. نروح بعد كده للفي بي تي او الفالنس بوند ثيوري. الفي بي تي او الفالنس بوند ثيوري دي بتوصف تكوين الكوفالنت. يعني فيسبر ما كانتش بتقول لي الكوفالنت اتكونت ازاي، لا دي قالت لي بص خد بالك ايه انا عندي الاشكال وكده اوصفها لك. بس الفي بي تي لا، هتقول لي دلوقتي ازاي انا وانت نقدر نعمل الكوفالنت بوند. مستر هي مش اوكتترول قالت لنا؟ اوكتترول قالت لنا ايه؟ قالت لنا ان الكوفالنت بوند بتتكون لما الاوتر موست انرجي ليفل تاتشز توجذر، فيبقى ده بالتالي فيه 8 وده فيه 8. مع السلامه لاوكتترول. في بي تي اتطورت مع تطور العلم شويه، لما بقينا ما نبصش على الاتوم على الانرجي ليفلز بتاعتها، بقينا نبص على السب ليفل والاوربيتال. فالفي بي تي هي بتهتم بالاوربيتالز. ازاي الكوفالنت بوند نقدر نوصفها باستخدام كلام الاوربيتالز؟ فقال لك خلاص موضوع سهل وبسيط. قالوا لي الفي بي تي دي عشان تحصل بص يا مستر الكوفالنت بوند بتتكون
ايوه بتتكون ازاي بقى؟ قال لك باي اوفرلابنج. يعني ايه اوفرلابنج؟ تداخل two orbitals of two atoms both of them contains. هقول لك حاجة، حتة من عندي دي اهو، كل الكلام اصلا اللي مكتوب عندي must contains single electron. ايه الكلام ده يا مستر؟ مش انت كنت بتقول عند الاوكتت ان انت الانرجي ليفل تاتشز توجذر، هتلمس بعض؟ يعني ايه هتلمس بعض؟ يعني هيدخلوا مع بعض، هيبقوا مع بعض حاجه واحده. لما كنت جايب لك الصوره فكان سي ال وسي ال، لما لمسوا بعض مش الاثنين حصل لهم عمليه يونيون دخلوا في بعض؟ ما هو تداخل دي يا جدعان اسمها اوفرلابنج، تمام؟ فكلمه اوفرلابنج دي زيها زي تاتشز توجذر يعني، بس هو عشان ما تبقاش حافظهم كلهم نفس الكلمه عشان تعرف تفرق بين النظريات، فهناك قلنا تاتشز توجذر لمسوا بعض، هنا نقول لك اوفرلابنج توجذر تداخلوا مع بعض، هي بالظبط، تمام؟ بس هناك انت قلت لي ان الانرجي ليفلز هي اللي لمست بعض، هنا انت مين اللي هيلمس بعض؟ الاوربيتالز. يبقى الاوربيتالز هنا تلمس بعض، بس كان في شرط، يعني في حاجه واحده بس تفرق عن اوكتت رول، ان في بي تي عندها شرط ان لازم الاوربيتالز اللي تلمس بعض يكون عندهم سنجل الكترون. لازم يا مستر؟ يبقى انا ما ينفعش الاوربيتالز يكون عندها اي حاجه غير سنجل الكترون. والله يا مستر كنا بنقول جنب الفي بي تي دي ابقى اكتب لي كده عدد الاوربيتالز اللي فيها سنجل الكترون هو عدد البونز. والله هي لو عندها واحده يبقى الراجل ده يعمل بوند واحده، لو عنده اتنين يبقى يعمل اتنين. اشهر واحد اللي ما بفكرش فيه الهيدروجين. الهيدروجين ده 1 اس كام بابا؟ 1 اس 1. الراجل ده عنده اوربيتال واحد فيه الكترون واحد، فالهيدروجين يعمل كام بوند؟ يعمل بوند واحده. مع السلامه يا مستر، وقفل على الحدوته دي. مثلا الاو ابو 8 لما نكتب له الكترونيك كونفيجريشن 1 اس 2 2 اس 2 2 بي كام؟ 2 بي 4. حلو. الفكره في ايه؟ عشان تعرف عدد الاوربيتالز اللي فيها سنجل الكترون لازم تروح ترسم اخر سب ليفل عندك اللي هو البي 4. البي بيتكون من كام اوربيتال؟ 3 اهم. مين الثلاثه؟ الثلاثه دول اللي هم 2 بي اكس و2 بي واي و2 بي زد. حلو. لما توزع 4 1 2 3 4 تلاقي ان الاو عندها كام اوربيتال فيه سنجل؟ عندها 2 اوربيتال فيهم سنجل. ما انا عارف وانت عارف وابراهيم عارف وسيد عارف ان الاو بتعمل 2 بونز. حلو. بس لما تيجي توصف الكلام ده بكلام الفي بي تي تقول لي ايه؟ تقول لي والله اصل الاكسجين have 2 orbitals which contains single electron، فمعنى كده ان الاو تقدر تعمل 2 بونز. يجي بقى الاوربيتال اللي اسمه 2 بي واي ده يتداخل مع اوربيتال من اي اتوم تاني، اي مثلا الاتش، تمام؟ ما انا عندي الاتش ينفع تعمل بوند مع الميه، فتقوم جايه الاتش بال1 اس بتاعها تتداخل مع ال2 بي ايه؟ 2 بي واي، الاثنين دول يتداخلوا مع بعض يكونوا لي البوند. وهنا ال2 بي زد يتداخل مع ال1 اس بتاع الميه يعملوا لي بوند يكونوا لي الاتش 2 او. ما انا كده جبت 2 اتش ونفس الاو، تمام؟ يتداخلوا مع بعض. حلو. قال لي حلو قوي يا مستر. الكلام ده كله قبل لما اقول الكلام اللي جاي، بمعنى ان انا هقول لك دلوقتي ان في الكيمستري قسمنا الاوربيتالز لنوعين، الاتوميك اوربيتالز. والله يا مستر نوع اسمه بيور اوربيتالز، ونوع تاني يا دكتور اسمه هايبرد اوربيتالز. مين هو البيور اوربيتالز؟ دي الاوربيتالز يا بابا اللي انت عارفها الطبيعيه، اللي هم الاس والبي والدي والاف. وفكرني كده باشكالهم. مستر الاس كانت على شكل سفير وبتكون في كل الاتجاهات الاكس والواي والزد، انما البي يا مستر كانت بتكون على شكل حاجه اسمها دمبل اهو، واللي انا رسمه هنا ده يعتبر البي اكس، تمام؟ لسه في بي واي وبي زد بس هم كلهم نفس الشكل. انما مستر الهايبرد اوربيتال ده كان بيبقى ايه؟ كان بيبقى عمليه الميكسنج، وهشرح لك كده الهايبردايزيشن ستيب السلايد اللي جايه، بس انا افتكرهم كانوا اس بي واس بي 2 اس بي 3. فالهايبرد اوربيتال يا مستر كانوا اس بي واس بي 2 واس بي 3 يا مستر، تمام؟
ايه الفرق بينهم؟ ان دول بيبقوا عمليه ميكسنج، الخلاط تيتا لما ضربت لنا الموز باللبن طلعت اوربيتالز جديده، بس الاوربيتالز دي كانت مميزه عن البيور اوربيتالز في حاجه. ايه يا مستر الميزه؟ الميزه ان الاوربيتالز دي لما بتترسم فهي بتكون بالمنظر ده كده، فبنقول ان الاوربيتالز دي مور اكتف ومور بروستيتيوت تو اوتسايد. الاوربيتالز دي اكتف اكتر تمام من الاوربيتالز العاديه، وفي نفس الوقت هي بارزه الى الخارج. ما هو بروزها الى الخارج ده هو اللي خلاها مور اكتف. يعني بص الاوربيتال ضارب لبره كده بسبب ايه؟ بسبب ان الالكترون دايما موجود هنا، فدايما لما بنيجي نعمل البوند بنلاقي الالكترون بسهوله. فالهايبرد اوربيتال بيكونوا احسن من البيور اوربيتال، بس في الحالتين هم اسمهم ايه؟ اسمهم اتوميك اوربيتالز، يعني الاوربيتالز بتاعت الاتوم. يعني دي اوربيتالز اتوم ودي اوربيتالز اتوم، تمام؟ عشان لما الاوربيتالز بتاعت الاتوم بتتداخل مع بعض بيتحول اسمها من اتوم لحاجه ثانيه. هو لما الاتوم تجيب لها اتوم، مش الاثنين اتوم مع بعض بيبقى اسمهم موليكيول، جدع. فانا لما اجيب اتوميك اوربيتال مع اتوميك اوربيتال، الاثنين دول يا مستر عملوا موليكيول، فما يبقاش اسمهم اتوميك اوربيتال، يبقى اسمهم مولكيولار اوربيتال. زي الاتوميك ماس والمولكيولار ماس، الاتوميك ماس هو ماس الاتوم، المولكيولار ماس هو ماس الموليكيول. فاحنا نفس القصه، يعني الام او تي اللي هي نظريه الموت هي مش هتقول حاجه جديده، هي هتقول نفس البقين اللي انا قلتهم لك دلوقتي، ان لما يبقى عندك اتوميك اوربيتال واتوميك اوربيتال يتداخلوا مع بعض يبقى اسمهم مولكيولار اوربيتال، اللي هو اتوميك ماس ومولكيولار ماس. حبيبي السلايد دي هوصف لك فيها عمليه الهايبردايزيشن، تمام؟ حلو، يلا بينا يا مستر. لما بتروح تجيب الكربون ابو 6 تمام وتبدا تكتب له الالكترونيك كونفيجريشن، ناس سالتني امتى نكتب الالكترونيك كونفيجريشن بالطريقه دي. مش مطلوب منك اصلا انك تكتبه بالطريقه دي، غير لو هو اللي جه وقال لك والله اكتب لي الالكترونيك كونفيجريشن بطريقه هونس رول فتكتبه كده، بس انت هو مش مطلوب منك عامه، ممكن يجي لك في اللي تشوز فانت تعرف تختار الاجابه الصح بس مش اكتر. كربون ب 6 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 2 تمام. اوعى تنسى ان ده اسمه 2 بي اكس 2 بي واي و2 بي ايه يا بابا 2 بي زد. حلو. اول حاجه واول ستيب انا بعملها دايما، احنا كاميرا بتفصل خلاص ظبطنا الدنيا. المهم اول خطوه انا بعملها بشوف البي عنده اوربيتال فاضي ولا لا. ليه يا مستر؟ عشان اول خطوه يا بابا في الهايبردايزيشن اسمها اكزايتيشن اف فاوند. يعني اعمل اكزايتيشن لو متاح، والاكزايتيشن بيكون متاح لو البي عنده اوربيتال فاضي. فهنا انا عندي البي اوربيتال فاضي، فبناخد الالكترون ده من هنا ونطلعه هنا. حلو حلو. فساعتها اللي تحت ده محدش جه جنبه اهو. بعد كده ده هنا هيبقى فيه واحد بس. بعد كده ال2 بي اكس وال2 بي واي وال2 بي زد هيبقوا بالمنظر ده، دول القدام وده الجديد. حلو. فساعتها لما بنيجي نبص بنقول ايه يا مستر؟ بنقول ان الراجل ده عنده كام اوربيتال فيهم سنجل الكترون؟ عندهم 4. يبقى الكربون ده يقدر يعمل 4 بونز. بس خد بالك من حاجه مهمه، ان دايما البونز في الكيمستري لازم بتكون حاجه اسمها سيمتريك. يعني ايه سيمتريك؟ متماثلين، والتماثل ده اساسيا لازم يكون في الانرجي ولازم يكون في الشيب. فلما تيجي تبص على الراجل ده تلاقي ان هو عنده كام واحد سنجل؟ 4. ال4 سنجل دول في 3 منهم متشابهين في الانرجي اللي هم في ال2 بي، كلهم 2 بي اكس و2 بي واي و2 بي زد، كلهم عندهم نفس الانرجي، كلهم عندهم نفس الشيب، كلهم دمبل. انما ده مختلف عنهم كلهم، مختلف عنهم في الانرجي وفي الشيب. فيجي يقول لك according to اللي احنا قلناه هنا ده، اللي احنا قلناه لحد دلوقتي ده اسمه overlapped concept. اللي انا هكتبه هنا تحت ده هو اللي هيبقى اسمه الهايبردايزيشن كونسبت. ليه؟ عشان ممكن اجي في الامتحان واقول لك ان الاوفرلابد كونسبت فشل ان هو يقول ان الكربون تعمل 4 بونز. ليه؟ عشان الاوفرلاب وقف عند الاكزايتيشن وما عرفش يوصف بعد كده. قال لك ده عنده انرجي مختلفه عن ال3 دول. طب ما هو كده الكربون ما ينفعش تعمل 4 بوند. ازاي الكربون بتعمل 4 بوند؟ انا مش عارف، احنا كلنا مش عارفين هي ازاي بتعمل 4 بوند. اللي حل المشكله دي الهايبردايزيشن. الهايبردايزيشن عملت ايه؟ الهايبردايزيشن اخذت ال2 اس اللي موجوده هنا دي على ال3 بي اللي موجودين هنا، وقامت جايه ضرباهم كلهم في الخلاط.
فقالت لي مستر واحده اس و3 بي يبقوا ايه؟ واحده اس و3 بي يعني اس بي 3، بس دول كام واحد؟ 1 2 3 4. يبقى يا مستر اللي هيحصل دلوقتي اهو خطوه الهايبردايزيشن، الاوربيتال اللي تحت محدش جه جنبه، انما اللي فوق هيبقى 4 يا مستر على بعض اهم، 1 2 3 4. هيبقوا الاربعه اسمهم اس بي 3 اس بي 3 اس بي 3 واس بي 3. جواهم كام الكترون؟ 4، يبقى هيبقى افضل جواهم 4 الكترون. ساعتها الاربعه دول بيكون عندهم نفس الانرجي وعندهم نفس الشيب وعندهم نفس كل حاجه يا مستر. يبقى الاوفرلاب كونسبت ما بيقدرش يوصف الهايبردايزيشن. يعني هو بيقف والله انا ينفع اعمل لك الاكزايتيشن، يعني ينفع اعمل لك جامب تمام، لكن ما اقدرش اقول لك اي حاجه بعد كده. النقطه هنا السؤال بيجي ازاي يا مستر؟ اعمل سكرين شوت لفكره الهايبردايزيشن واقول لك السؤال هنا بيجي ازاي. السؤال هنا دايما بيجي يقول لك NH3 بالمنظر اللي موجود قدامك ده اهو. يقول لي دلوقتي البوند اللي موجوده اللي اسمها NH، اي واحده في الثلاثه دول، يقول لك ده NH بوند تمام، وساعات بيبقى مرقمهم 1 و2 و3، يقول لك انا عايز واحد تمام. ذا NH بوند نمبر 1، ال NH بوند الاولانيه دي والله تعتبر overlapping between which orbitals، انهي orbitals اللي تتداخلوا مع بعض. تستنى، هي دي مش بوند؟ قال لي اه بوند. هي البوند بتتكون من ايه؟ البوند بتتكون من الكترون منك حبيبي والكترون مني. حلو. فهو بقى بيسألك انهي اوربيتال موجود فيه الالكترون ده وانهي اوربيتال موجود فيه الالكترون ده، وده اشهر واصعب سؤال في النقطه اللي احنا خدناها في الفتره اللي فاتت دي كلها. يا ترى الالكترون بتاع الهيدروجين ده فين والالكترون بتاع النيتروجين ده فين؟ حلو حلو. انا هسألك سؤال وانت ترد عليا. الاتش عامله كام بوند؟ الاتش اللي قدامك دي عامله بوند واحده، مثلا الاتش بتعمل بوند واحده. الان دي عامله كام بوند؟ عامله 3 صح؟ حلو. بص يا بابا، لو بوند واحدة مفيش هايبردايزيشن، أكتر من واحدة لازم هايبردايزيشن. يبقى ايه الكلام اللي انت بتقوله دلوقتي ده مستر؟ وده مهم قوي اكتبه معايا. لو انت عندك بوند واحده فده معناه ان الاتوم دي ما عندهاش هايبردايزيشن، بس لو انت عندك اكتر من بوند واحده، يعني لو عندك 2 او 3 او 4، فلازم يكون في هايبردايزيشن على طول على طول يا مستر. يعني انت دلوقتي لما تيجي تسالني هو الالكترون ده موجود فين، حضرتك بتلجأ للحل اللي المستر قاله لك الطبيعي عشان تعرف ده موجود فين وده موجود فين، فبيكون حلك الالكترونيك كونفيجريشن بطريقه هونز. حلو. فهتقوم جاي ماسك الهيدروجين وقايل ان هو ب1، فالهيدروجين معناها 1s1، فمعنى كده ان الهيدروجين عنده سنجل الكترون موجود جوه ال1s1. خلاص، يبقى معنى كده يا مستر ان الالكترون بتاع الهيدروجين ده موجود فين؟ الالكترون بتاع الهيدروجين ده هيكون موجود في اوربيتال اسمه 1s. هو اصلا الهيدروجين ما عندوش غير 1s، عشان كده وانا بحل قلت لك مفيش مره اسالك هو الكترون الهيدروجين موجود فين من غير ما تقول لي 1s. يبقى الاوربيتال اللي هيشارك من عند الاتش هو مين؟ هو ال1s. يبقى ال1s هيتداخل مع مين بقى؟ نفسنا نعرف هو هيتداخل مع مين من ناحيه الان. مستر الان عامله كام بوند؟ الان عامله كام؟ 1 2 3 3 بوند، يبقى هايبردايزيشن. من غير تفكير؟ من غير تفكير. يعني لازم تروح تشوف لي الهايبردايزيشن بتاع الان دي بكام. تمام اهو. لما تيجي تعد هتلاقي ان هي معاها نقطه، الثانيه، الثالثه، الرابعه، يبقى اس بي كام؟ اس بي 3. يبقى معنى كده مستر الهايبردايزيشن بتاعها بايه؟ باس بي 3. حلو. يعني ايه اس بي 3؟ يعني كام اس دول يا مستر؟ قال لي والله 1 2 3 4 4 واحده اس و3 بي، يبقوا توتال كام؟ 4. ماشي، يبقى انا عندي كام اوربيتال؟ 4. حلو. امسك النيتروجين، خلي بالك انا مش هحل كده تاني ها، يعني انا ده عشان الشرح، واكتب الالكترونيك كونفيجريشن الطبيعي اهو اهو. حلو. هل ينفع يحصل اكزايتيشن؟ لا، مفيش بي فاضي يا مستر، فعلى طول جمع مع بعض. انت بتقول اس بي 3 يعني 1 اس و3 بي، يلا بينا. فهيبقى عندك ادي 1 اللي بعده كلهم 4، 1 2 3 4، الاربعه اسمهم اس بي 3. انا عندي الاوربيتالز اللي عملت لها ميكس فيهم كام الكترون توتال؟ 1 2 3 4 5 5. وزع الخمسه على الاوربيتالز اللي هنا، فيبقوا 1 2 3 4 5.
حلو. مستر دلوقتي انا عايز اعرف البوند دي من الالكترون جاي منين؟ حبيبي الاس بي 3 او النيتروجين مكتوبه قدامك اهي واسالك واقول لك هي النيتروجين تقدر تعمل كام بوند؟ مستر النيتروجين عندها 3 اوربيتالز جواهم 3 سنجل الكترون، يبقى معنى كده ان النيتروجين تقدر تعمل 3 بوندز. بانهي اوربيتالز؟ بالثلاثه اوربيتالز اللي هنا، اللي كل واحد فيهم اسمه اس بي 3 اس بي 3 اس بي 3، كلهم اسمهم اس بي 3. حلو. يبقى لما يجي يسالني ويقول لي هو الالكترون اللي عمل البوند من ناحيه النيتروجين موجود فين؟ فين يا مستر الالكترون اللي عند النيتروجين متاح يعمل بوند؟ في الاس بي 3. يبقى يا مستر الالكترون ده جاي من اوربيتال اسمه اس بي 3. فيبقى معنى كده اجابه السؤال ده اقول له ايه؟ هقول له ذا بوند نمبر 1 او ذا ان اتش بوند از overlapping between 1 s orbital from الهيدروجين and اس بي 3 orbital from النيتروجين، وتكون شكلها بالمنظر ده حبيبي. ان ده هو شكل مين؟ ان ده هو شكل ال يا لهوي على الصيام ده يكون شكل الاس وده يكون شكل الاس بي 3. تمام؟ يعني ده الاس بي 3 اوربيتال وده شكل الايه؟ الاس اوربيتال، ويتداخلوا مع بعض يكونوا لي ايه؟ يكونوا لي البوند. يبقى انت فهمت هايبردايزيشن، فهمت اهم ايه؟ سؤال. اروح انا وانت اعمل سكرين شوت للنقطه دي عشان دي مهمه جدا، الكلمه دي مهمه جدا جدا جدا. نروح حبيبي بعد كده لاخر نظريه عندنا، نظريه الموت او الام او تي، المولكيولار اوربيتال ثيوري. نظريه سهله وجميله وبسيطه ما فيهاش اي حاجه. الام او تي بتقول لك ايه؟ بتقول لك والله لما يبقى عندك الاس واقف هنا لوحده، وده مثلا الاس بي 3 اللي احنا لسه راسمينه، تمام؟ اهو تمام بالمنظر ده. ده الاس وده الاس بي 3. ده اسمه بيور وده اسمه هايبرد، بس في الحالتين الراجل ده اسمه اتوميك اوربيتال. بيقول لك لما الاوربيتال ده يتداخل مع الاوربيتال ده ويبقى شكلهم كده، ساعتها ما يبقاش اسمهم اتوميك اوربيتال، ساعتها بيبقى اسمهم مولكيولار اوربيتال. يبقى لو هم واقفين لوحدهم اسمهم اتوميك، تدخلوا مع بعض يبقى اسمهم مولكيولار اوربيتال. يبقى نظريه المولكيولار اوربيتال بتقول لك الاتوميك اوربيتال لما تتداخل مع بعض بيبقى اسمها مولكيولار اوربيتال. هو المولكيولار اوربيتال دي عباره عن ايه؟ عباره عن بوند حبيبي. مش الرسمه اللي انا رسمها لك دي، هي الرسمه دي اهي اللي هي انا رسمتها لك بتمثل عن ايه؟ عن البوند. يعني التداخل اللي حصل عندك ده في الام او تي ده هو عباره عن ايه؟ ده عباره يا مستر عن بوند، اللي اتكون هنا ده بوند. حلو. الفكره بقى ان الام او تي بتقول لي ان التداخل بيكون نوعين اساسيين، يعني يا اما التداخل بيحصل هيد باي هيد، يا اما التداخل بيحصل سايد باي سايد. فلما التداخل بيحصل هيد باي هيد بيكون نوع معين من البوند، ولما التداخل بيحصل سايد باي سايد فده بيكون نوع معين من البوند. حلو. وانا عندي نوعين من البوند، النوعين من البوند دول سعادتك عارفهم، وانا هقسم الصفحه وانت اللي هتفكرني. لما اقسم الصفحه كده ابقى اعمل سكرين شوت للي فات، رجع الفيديو واعمل سكرين شوت. اس اس اس، فكرني يعني ايه اس 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 يا مستر؟ اس 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 معناها سنجل سيجما سترونج، جدع. النوع الثاني حبيبي اسمه باي بوند. هما دول النوعين من التداخل. والله يا مستر نوع من التداخل بيكون سيجما ونوع من التداخل بيكون باي. امتى يا مستر سيجما تتكون؟ مش سيجما دي سترونج. حلو. عندك حادثه تمام في التست درايف، رحنا لفولفو سالناهم يا جماعه التست درايف بتاعكم انهي اصعب حادثه؟ قالوا لنا اصعب حادثه اللي بتحصل لما العربيتين بيكونوا هيد باي هيد، وش في وش. فمعنى كده يا مستر انا لما اجي اسالك هي سيجما بتتكون ازاي؟ انهي اوفرلابنج اللي بيكون سيجما؟ لما التداخل بيكون هيد باي هيد. حلو. يبقى يا مستر سيجما عشان تتكون فلازم يحصل اوفرلابنج، بس الاوفرلابنج ده يكون هيد باي هيد. عظيم قوي قوي يا مستر الكلام ده. يبقى هيد باي هيد يكون ايه؟ سيجما. خلاص يبقى الضعيف الطري بتاعنا، الطري اللي هو ايه؟ السايد باي سايد، لما العربيتين يخبطوا في بعض ويتجمعوا، ربنا يستر على الناس اجمعين طبعا، محدش يحصل له اي حاجه من الحاجات دي. لما تخبط سايد باي سايد فده معناه ان هو بيكون تداخل ضعيف، فالتداخل الضعيف ده يكون البوند الضعيفه الوحشه اللي قدامي هناك اللي هي الويك بوند دي اللي هي اسمها باي. يبقى يا مستر لو سايد باي سايد يكون الويك بوند بتاعتنا اللي هي اسمها باي بوند. يبقى انا لو هيد باي هيد اكون سيجما، سايد باي سايد اكون باي. قال لي انا عشان انت حبيبي
دايما بحدد لك اللي بيحصل على طول. يعني يا مستر عشان سيجما تتكون فهي ما بتتكونش غير باوربيتالز معينه. الاوربيتالز دي يا اما تكون هايبرد يا اما يكونوا اس. يعني يا اس بي يا اس بي 2 يا اس بي 3 بيتداخلوا مع بعض او بيتداخلوا مع اس. يعني مفيش سيجما بتتكون غير بهايبرد. لما اجي اقول لك البوند اللي هنا دي سيجما، فسيجما دي معناها ايه؟ معناها ان لازم عشان تتكون يبقى التداخل هيد باي هيد، وعشان يحصل ان التداخل يكون هيد باي هيد ان الاوربيتالز تكون واقفه في وش بعض. فالاوربيتالز اللي بتقف في وش بعض في الكيمستري هي الهايبرد اوربيتال او الاس. طيب مستر بالنسبه للسايد باي سايد لازم يكونوا واقفين جنب بعض. مستر جنب بعض، انا بدات اتخيل ده البي واي وده البي واي. جدع، يبقى السايد باي سايد ده حبيب قلبي هو بيجي من تداخل البي واي مع البي واي او البي زد مع البي زد. بي زد وبي زد برضو سايد باي سايد. يبقى يا مستر لما اقول لك سيجما تقول لي ايه؟ وش في وش، فوش في وش دي يعني هايبرد او اس. الباي بوند يا بي واي وبي واي يا بي زد وبي زد المتاح عندي، وكمان هحددها لك. طيب تعالى هقول لك حاجه بسيطه كده، ولا خليها في نفس الصفحه اللي احنا فيها، خليها في نفس الصفحه. ان احنا يا مستر عندنا البونز بتاعتنا في الكيمستري يا اما البونز بتيجي سنجل يا اما البونز بتيجي دبل يا اما البونز بتيجي تريبل. ودي هي قفله الكوفيلنت بوند حبيب قلبي، ان البونز اللي موجوده عندك لو سنجل فاس اس اس سنجل سيجما سترونج يا مستر. فلو البونز سنجل فهي بتكون سيجما، فمعنى كده ان البونز دي سيجما. لو البونز دبل فهي بتكون يا مستر السنجل بتاعتها يعني واحده بتكون سيجما والتانيه تكون باي. تريبل يا مستر عارفينها يا مستر دي باي باي سيجما، يعني باي وباي وسيجما. يبقى البونز في الكيمستري 3 انواع، سنجل ودبل وتريبل. لو سنجل في سيجما، لو دبل باي وسيجما، لو تريبل باي باي سيجما يا مستر. الفكره بقى في الاسئله اللي جايه ان هو لما يجي يقول لك how many sigma and باي in the following. عايز يعرف عندك كام سيجما وكام باي في اللي جاي. ثانية واحدة، والدتي بتتصل، قلت لكم قبل كده لما الأم بتتصل لازم كل حاجة بتقف. نكمل مع بعض يا حبايب قلبي. رديت على الموبايل خلاص. يجي ويقول لي مثلا عندنا سي اتش. خلاص بقى، لا مش والدتي بقى خلاص. لا ما ينفعش. قلت لكم سي اتش، هنا سي وهنا مثلا سي دبل بوند او، وهنا سي اتش 2، وهنا سي مثلا اتش، ولا لا بلاش سي اتش، ودي خليها ماشي. لا شيل دي وشيل دي، خليها سي اتش 2 وخلي دي سي ايوه ان. حلو ماشي ميكسد، جميل كده. هنا جه وقال لي هاو ميني سيجما وهاو ميني باي. حضرتك عشان تعرف كام سيجما وكام باي فانت لازم يا مستر لازم تفرد كل البونص اللي موجوده. وعشان تفرد البونص اللي موجوده لازم يكون عندك يقين في اساسي طبعا، اولا في ربنا، بعد كده في العلم، ده حاجه تانية. ان لازم يا مستر الاتش بتكون موجوده على الاطراف عشان الاتش عندها دراع واحد. فلما هو يجي يقول لك سي اتش سي دي معناها ان الاتش دي مش جوه، الاتش دي لازم تكون يا مستر موجوده بره على الاطراف. فمعنى كده يا مستر ان انا لما اجي ارسم السي لازم اخلي الاتش فين؟ على الاطراف. ونصيحه مني وانت بترسم الرسمه دي، فدي اسمها كربون شين. دايما حاول توصل الكربونز ببعض. يعني انا هنا السي دي احاول اخليها تمسك السي اللي جنبها، يعني السي دي معاها تريبل بوند تمسك في السي اللي جنبها بالمنظر ده اهي. والسي دي كتر خيره هو راسم لي ان هي ماسكه في السي اللي جنبها اللي معاها دبل بوند واو، وهو قايل لي ان السي دي ماسكه في 2 اتش. ال 2 اتش دول مش في النص يا مستر، يعني انا عايز السي تمسك في السي، فانا عايز السي دي تمسك في السي اللي جنبها، فالاتشات دي تكون فوق وتحت. حلو قوي. بعد كده تريبل بوند ايه؟ تريبل بوند ان. ونبدا نعد مع بعض سيجما وباي. مستر اي بوند سنجل فهي سيجما، فدي سنجل فهي سيجما. تريبل بوند باي باي سيجما يا مستر، يعني باي وباي وسيجما.
دي يا مستر سنجل فهي سيجما، دي دبل بوند، دبل بوند يعني باي وسيجما، دي سنجل يعني سيجما، سنجل يعني سيجما، سنجل يعني سيجما، سنجل يعني سيجما، وباي باي سيجما عشان هي تريبل. نعد مع بعض يا مستر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 سيجما، 1 2 3 4 5 و5 باي بونز. حلو، قال لي حلو قوي يا مستر. يجي نفس السؤال بنفس الكربونز الكتيره دي بس تبقى مترقمه. يعني مثلا سي اتش هنا اهو تريبل بوند سي، وايا ما يكون اللي مكمل هنا انا مش فارق معايا، تمام. ويجي يسالني سؤال اساسي يقول لي ان السي مع الاتش دي عملوا البوند اللي هنا اللي اسمها بوند رقم 1. يا ترى بوند رقم 1 دي هايبرد ما بين ايه وما بين ايه؟ حلو ماشي حاضر يا مستر. يعني ايه هايبرد؟ يعني اوفرلابد برضه هي يعني تداخلت من ايه؟ ايه اللي تداخل؟ ايه اللي ميكسد؟ ما هو هايبردايزيشن معناها تهجين، فممكن ساعات في بعض الاسئله تقول لنا والله البوند هايبرد من ايه؟ ما هو يعني ايه البوند دي اتهجنت من ايه؟ ايه اللي اتدخلوا مع بعض، تمام؟ فاي بوند في الدنيا بتتكون من 2 الكترون، الكترون منك والكترون مني يا مستر. حلو ارجوك بقى بما ان انت خدت اخر خطوه عندنا اللي هي نوع البونز، يا رب تكتب نوعها. يعني قول لي ان البوند رقم 1 دي يا مستر نوعها سيجما، فسيجما دي بتتكون ازاي؟ يا اس يا اما هايبرد، يا اما اس وهايبرد، تمام. حلو مستر، انا على طول حافظ خلاص بقى عشان حليت كتير ان دايما الاتش اللي بيشارك من عندها هو ال1 اس. يعني الالكترون بتاع الاتش دايما موجود جوه ال1 اس، ما فيهاش اوبشن، والاس بتمشي في حاله السيجما. طيب باقي اللي جنبه مستر معلش، هل ينفع ان الراجل اللي موجود هنا ده يكون عنده هايبردايزيشن؟ مستر قال لك لو عديت 2 بونس يبقى لازم هايبردايزيشن. حلو ماشي يا مستر. فهايبردايزيشن الراجل ده معاه هنا بوند، معاه هنا تريبل، فدي نقطه ودي نقطه، نقطتين، يبقى الهايبردايزيشن بتاع الكربونايه دي يا مستر اسمه اس بي. حلو. خد بقى المستر بتاعك بيعمل ايه. وانا بحل بعمل درافت كده لنفسي بسيط عشان اعرف احل بسرعه. بقول ان الهايبردايزيشن اس بي صح، واسال نفسي يعني ايه اس بي؟ يعني واحده اس وواحده بي صح؟ يعني كام اوربيتال دول؟ 2 صح؟ والاثنين اوربيتال هيبقى اسمهم ايه؟ هيبقى اسمهم اس بي. حلو، يبقى يا مستر انا بكتب الاتي اس بي اللي هو ده حبيبي اهو. مش الهايبردايزيشن اس بي؟ يعني ايه اس بي؟ يعني واحده اس وواحده بي، فدي لما انت بترسمها بتقوم جاي راسم 2 اوربيتالز، الاثنين اوربيتالز اسمهم اس بي. فالمستر بتاعك بيكتب في الدرافت بتاعه اس بي مرتين عشان يقول ان دول 2 اوربيتال، عشان يفتكر ان هم 2، وكده كده اسمهم اس بي. حلو، بس بيشد خط وبيكتب هنا انهايبرد، وعايز يكتب مين الانهايبرد. العيال في السنتر لما سالتهم الصراحه يعني انصفوني، اليوم ده كنت زعلان منهم، انصفوني في الحته دي بس. يعني اس بي اما افتكرت اتضايقت والله انا بحبكم، ما تزعلونيش يعني، ما تزعلونيش بجد يعني، ما اقدرش يعني حتى اهو نعمل فيديو ونلم الدنيا مع بعض وبتاع، يلا ماشي مش مشكله، خلينا في الكيمياء. اس بي يعني ايه اس بي؟ يعني اس واول بي، اول بي دي اللي هي مين؟ البي اكس. يبقى المستر دايما قال لك خد بالك ان احنا في الهايبردايزيشن بناخد البيهات بالترتيب، فلما اقول لك اس بي يبقى الاس واول بي يبقى البي اكس، يبقى معنى كده مين اللي باقيين من غير هايبردايزيشن؟ البي واي والبي زد، من غير حتى ما تبص هنا. يعني انت لو بصيت هتعرف ان هم بي واي وبي زد، لا بس انا عايزك تجيبها من هنا على طول. اس بي يبقى انا خدت اول بي، يبقى باقي اخر 2 بي اللي هم بي واي وبي زد، يبقى انا هنا عندي بي واي وبي مين وبي زد يا دكتور. حلو، يبقى الالكترون اللي جاي من عند الكربون ده، الالكترون ده يكون جاي منين؟ يكون جاي من الهايبرد اوربيتال. مين الهايبرد اوربيتال اللي عندك؟ اس بي، يبقى اس بي امسح واحد، يبقى ده مستر جاي من الاس بي. يبقى البوند دي اتكونت ازاي؟ باي اوفرلابنج ال1 اس من عند الهيدروجين والاس بي من عند مين؟ الكربون. يجي ويسالني يقول لي يا ترى الباي بوند اللي ما بين الكربون اتومز متكونه من ايه؟ امسك اول باي بوند. حلو اهي، تتكون من الكترون والكترون صح؟ حلو، يا ترى الالكترون ده جاي منين والالكترون ده جاي منين؟ قال لي يا مستر عشان تعرف لازم تقول لي الباي بوند بتتكون ازاي. الباي بوند بتتكون من الانهايبرد. حلو، فانا وانا بحل مش هضيع وقت. ليه مش هضيع وقت؟ عشان المستر في الفيديو بتاع الشرح بتاعك قال لك ايه؟ قال لك لو انت عندك دبل بوند، فالدبل بوند الباي اللي موجود عندك
هي بتتكون من اخر اتنين. ما انت عارف ان الباي بتتكون بي واي وبي واي او بي زد وبي زد، صح؟ فالمستر قال لك في حاله الدبل بوند الباي اللي موجوده بتتكون ان انت بتبدا من تحت لفوق. يعني ايه من تحت لفوق؟ يعني دي بي زد وهنا لازم تكتب بي زد. لو انت عندك تريبل بوند فالتريبل بوند فيهم كام باي؟ 2 باي، تمام؟ فالباي دي احنا بنبدا من تحت، هتبقى متكونه من بي زد ومن بي زد. كده انا خدت البي زد والبي زد، يبقى اللي تحت دي من بي واي ومن بي واي. يبقى يا مستر لو انا عندي واحده باي فهي بي زد وبي زد، لو هما 2 باي بي واي وبي واي. ولو خلي بالك لو كتبت هنا بي زد لازم تكتب قدامها الناحيه الثانيه بي زد. بس عامه بما يرضي الله عشان تحل انت لازم تجيب الهايبردايزيشن للكربونايه اللي هنا، فهتلاقي ان هي معاها نقطه ونقطه نقطتين، فالهايبردايزيشن اس بي. فالدرافت بتاع الكربونايه دي زي دي بالظبط، هتلاقي نفسك كاتب اس بي اس بي وتشد خط وتسال نفسك مين الانهايبرد اخر اتنين اللي هم البي واي والبي زد، تمام؟ فانت لما تيجي تسال البوند دي بتتكون ازاي، بتتكون بالانهايبرد. مين الانهايبرد هم؟ فلما تكتب هنا يا مستر بي واي اجباري لازم تكتب قدامها الناحيه الثانيه بي واي، ما ينفعش عشان هم لازم يكونوا بارلل. وهنا يا مستر لما تكتب بي زد اجباري تكتب قدامها الناحيه الثانيه بي زد، يبقى دي بي واي وبي واي ودي بي زد وبي زد. ساعتها كده تكون كونت الايه؟ الباي بوند. تعيش بقى جوه الاسئله دي الى ما لا نهايه، تمام؟ بص كده عشان ما اوجعش قلبك وقلبي، شيل دي شيل دي، تعالى بصم يا مستر على طول. يا مستر اي تريبل بوند هقابلها في الكيمستري، اي تريبل بوند فهي بتكون يا مستر الباي بوندز بتاعتها بتكون بي واي وبي واي، دي الباي. والباي اللي تحت يا مستر بتكون بي زد وبي زد. والسيجما يا مستر بتكون اس بي واس بي. على طول على طول. ما هو بي واي وبي واي وبي زد وبي زد، يبقى باقي عندك كام واحد بي؟ واحد بي مع الاس يبقى اس وبي. حلو. اي دبل بوند يا مستر هتقابلني في حياتي في الكيمستري فهي هتكون بي زد وبي زد ودي الباي بوند. انما السيجما يا مستر هتكون على طول اس بي 2 واس بي 2. ما بين بقى كربون واكسجين، ما بين اي حاجه على كوكب الارض انا مش فارق معايا. يعني الدبل بوند دي تيجي مثلا دبل بوند سي مثلا واو، تيجي سي وسي، انا مش فارق معايا، انا مش فارق معايا الدبل بوند فين. بس الدبل بوند هي واحده باي وواحده سيجما. الباي بي زد وبي زد، السيجما اس بي 2 اس بي 2، ده الدبل. انما التريبل يا مستر ما بين سي وسي، ما بين سي وان، انا مش فارق معايا برضه يا مستر. فالاول واحده بي واي وبي واي، اخر واحده بي زد وبي زد، واللي في النص اس بي واس بي. على طول على طول حبيبي. طب يا مستر انت فعلا متاكد ان هايبردايزيشن السي اللي هنا، السي اللي هنا دي باس بي؟ ايوه بابا، عشان دي باقي لها بوند واحده هتعملها، والان معاها لون بير وخلصت البوندز. فهايبردايزيشن الان برضو اس بي، وهايبردايزيشن الكربون اس بي. ففي الحالتين اس بي واس بي، يبقى مستر بتاعك بيتكلم صح. عشان انا ما اوجعش قلبك وما توجعش قلبي حبيبي، احفظ لي دي هي التريبل بوند، نكتبها لك بالاحمر يا عم اهو، دي التريبل بوند. واللي تحت دي هي الدبل بوند. مين بقى اللي فيها جدال وكلام ونبص ونشوف مين اللي جاي من هنا مع مين اللي جاي من هنا؟ السنجل اللي هي السيجما. لما تبقى البوندز كلها سنجل، لا، الكترونيك كونفيجريشن بالبوينت ميثود تبدا بقى ايه؟ تشوف السيجما بوند بتتكون ازاي. بي اي اف، ويسالني ويقول لي يا ترى الالكترون ده جاي منين والالكترون ده جاي منين، اللي هو البوند دي هايبردايزد ما بين ايه وايه او اوفرلابنج ما بين ايه وايه. يا مستر لو انا عامل بوند واحده فانا من الالكترونيك كونفيجريشن. يا مستر ما هو خطوات الحل ايه؟ خطوات الحل اول حاجه الكترونيك كونفيجريشن، تاني حاجه بوينت ميثود فور سنترال. من الاخر يعني والله يا مستر انا بعمل الكترونيك كونفيجريشن للاطراف، يعني بصم الكترونيك كونفيجريشن اطراف. يعني اي طرف الكترونيك كونفيجريشن عشان الاطراف بتعمل بوند واحده، وطالما انت عامل بوند واحده يبقى انت ما عندكش هايبردايزيشن. فالاوربيتال بتاعك الاوربيتال الطبيعي، يعني الفلورين ب9، فلما اكتب له الالكترونيك كونفيجريشن بتاعه هو 1s2 2s2 2b5. فلما ارسم البي 5 يا مستر
اهو، يبقى عندي 2bx و2by و2bz، ولما نوزع الخمسه الكترونز هيبقوا بالمنظر ده. فمعنى كده ان الراجل ده عنده واحد سنجل، والواحد ده موجود فين؟ في ال2bz. يبقى يا مستر الالكترون ده جاي من ال2bz. حلو، ده سنترال. طالما سنترال هايبردايزيشن، يعني ده الالكترون بتاعه ما بيكونش موجود في اوربيتال طبيعي، ده لازم يكون موجود في هايبرد اوربيتال. حلو، امسك الراجل المحترم ده واشوف له الهايبردايزيشن اللي هو البوينت ميثود، نقطه ونقطه، يبقى الراجل ده اس بي. حلو، تالت خطوه الدرافت. يعني ايه الدرافت يا مستر؟ يعني الراجل ده الهايبردايزيشن بتاعه اس بي، يبقى اس بي كام واحده؟ 2، يبقى باقي عندي بي واي وبي زد. حلو، يبقى معنى كده يا مستر الالكترون ده جاي منين؟ الالكترون ده جاي من هايبرد اوربيتال، والهايبرد اوربيتال اسمه اس بي. امتى تفكر ان هو ما يكونش جاي من هايبرد اوربيتال؟ تفكر ان هو جاي مش من هايبرد اوربيتال لو البوند دي باي مش سيجما، يعني لو مش سنجل. بس البوند دي سنجل. واحد قال لي يا مستر طب معلش، ما هي البوند دي سنجل ومشارك من هنا اس بي ومشارك من الناحيه الثانيه بي زد، الشروط اللي انا اتكلمت فيها معاك سيجما وسنجل وسترونج والحوارات دي كلها وهايبرد وان هايبرد واس والليله دي كلها، ده للسنترال اتوم مش للاتوم الطرفيه. انا مش فارق معايا الطرفيه كده كده الاس بي في الاتجاهات كلها، فهيعرف يتداخل معاها هيد باي هيد. تمام، فلازم ده يكون هايبرد اوربيتال. واخر حاجه حبيب قلبي حابب اقولها لك، وهي عن الكوردينيت بوند. ازاي تتاكد ان البوند اللي عندك هي كوردينيت بوند؟ ان لو عدد البونز زياده عن المتوقع يبقى شك على طول انها كوردينيت. يبقى مثلا لو عدد البونز زياده عن المتوقع خلاص يبقى البوند دي هتكون كوردينيت، بس لازم يتوفر شروط. ايه هي الشروط؟ ان لازم تكون الاتوم دي عندها لون بير زي النيتروجين والاكسجين والناس دي. النيتروجين بتعمل 3، لو لقيتها عامله 4 يبقى الرابعه دي كوردينيت. الاكسجين بتعمل 2، لو لقيتها عامله الثالثه يبقى الثالثه دي كوردينيت. يبقى يا مستر لما عدد البونز يزيد عن المتوقع يبقى البوند الزياده دي اكيد هتكون كوردينيت، بس لازم يتوفر الشروط اللي هو اللون بير اوف الكترونز. وبكده حبايب قلبي نكون خلصنا الريفيجن بتاعتنا على الكيميكال بونز. الفيزيكال بونز سهله بسيطه مش محتاجه حاجه، يعني الاهم الكيميكال بونز عشان فيها تفاصيل كتير. اتمنى من ربنا انك تجتهد في المراجعه دي، تذاكر بما يرضي الله، تكون بتتفرج لحد اللحظه دي على المراجعه. ولو احتجتوا اي حاجه يا جدعان انا موجود في ظهركم على طول. اشوفكم على خير، مع السلامه.